اليوم ان شاء الله شرف لي نكون معاك، ان شاء الله نديروا فيها تحليل جيد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وعلى يساري ايضا بالمدرب والمستشار في الرياضه محمدي شوقي، مرحبا بك. السلام عليكم، رمضان كريم والصيام مقبول، وان شاء الله الجلسه هذه راح تكون مفيده خاصه للمتفرج الكريم ان شاء الله ان شاء الله. اذا بدون اطاله نذهب مباشره الى ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، ويتواجد معنا مباشره الزميل انيس مزيان. انيس مرحبا بك، صحة فطورك، ما هي اخر الاجواء والمستجدات عندك؟ مساء الخير بلال، مساء الخير بضيوفك الكرام وبمشاهدي التلفزيون الجزائري. هنا على أرضية ملعب نيلسون مانديلا أجواء جميلة رغم الأمطار ورغم البرودة، إلا أنه حوالي 37 ألف مناصر حاضر هنا لتلبية نداء المنتخب الجزائري، ولو أنها مباراة ودية، ولكن ربما طبيعة المنافس الذي تألق في كأس إفريقيا الأخيرة، الحديث على منتخب جنوب إفريقيا، هو الذي جعل طابع المباراة ربما نقول يتغير من ودي إلى أساسي. كل اللاعبين الجدد يريدون تقديم أداء مشرف، خاصة وعلى أنه فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري استغل جيدا هذه الدورة الودية ويريد استغلالها كما يجب لمعاينة اللاعبين الجدد، ولهذا أقحم تشكيلة أساسية مغايرة تماما عن المباراة الأولى أمام منتخب بوليفيا. في حراسة المرمى الحارس مصطفى زغبة، على مستوى الدفاع عطال، وفي محور الدفاع ساماندي رفقة، المدافع مدني مدافع شباب قسنطينة الذي سيلعب أول مباراة له بقميص المنتخب الجزائري. على مستوى وسط الميدان حسام ياسين نبيل بن طالب. قلت أن يوسف عطال هو من كان أساسي، ولكن اللاعب جيطون هو الذي عوض يوسف عطال في هذه المباراة. وعلى مستوى خط الهجوم ياسين إبراهيمي قائد المنتخب الذي عاد من الباب الواسع، رفقة ياسين بنزية وكذا بغداد بونجاه. نتمنى أن نشاهد مباراة في المستوى ونتيجة إيجابية، ولما لا تكون الانطلاقة رفقة المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش. شكرا جزيلا لك أنيس مزيان، وحظ موفق في تغطية هذه المباراة لك وللزميل وليد فرحاني الذي سيكون معلقا على هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك أنيس. إذن بدون إطالة أذهب مباشرة إليك أمين بصغير. تشكيلة قدمها لنا الزميل أنيس مزيان. الناخب الوطني يستغل هذه الدورة جيدا، يريد تجريب أكبر عدد من اللاعبين، وهذه المرة بدأ بحراسة المرمى وإعطاء الفرصة لمصطفى زغبة، تغيير على الجهة اليمنى بالنسبة لدخول جيطون مكان عطال، وأيضا في محور الدفاع مدني مكان رامي بن سبعيني الذي اضطر لمغادرة المعسكر بسبب الإصابة، وأيضا على مستوى المقدمة فضل إقحام عمورة مكان شايبي. اولا نتمنى ان شاء الله الشفاء لبن سبعيني والعوده، لان المنتخب بحاجه اليه، لاعب بقيمه كبيره. ثانيا شفنا تغييرات في هذه المقابله، يعني ثاني مقابله وديه اللي راح يلعبها المنتخب الوطني تحت اشراف المدرب الجديد. تغييرات في محور الدفاع، الجهه اليمنى، وسط ميدان، الهجوم. حتى أنا بالنسبة لي اليوم حتى من جانب النهج التكتيكي راح نشوفوا أشياء أخرى، ربما راح نشوفوا صورة الشوط الثاني اللي شفناها في المقابلة ضد بوليفيا، لأن اليوم راح نلعب بمهاجمين أجنحة حقيقيين، عمورة وكذلك ياسين إبراهيم. أنا بالنسبة لي اليوم راح ندخل بخطة 4-2-3-1، نقدر نشوفوا ثاني خطة 4-4-2، لأن بنزية وبونجاح ربما راح يكونوا اثنين مهاجمين، لأن مساندة من بنزية شفناه في التغيير في المقابلة السابقة ضد بوليفيا لما دخل هو يقرب كثير داخل البوكس. نعم كان كرأس حربة أو مهاجم وهمي. لهذا اليوم أنا التغييرات تاع المدرب أنا بالنسبة لي هي أكثر نظرة للاعبين هادو اللي أعطاهم فرصة أخرى إن شاء الله. أمين راح نعطي لك وقت حتى تمشي تعطينا الرسم التكتيكي للمنتخب بعد قليل. ليس نعم نروح. نعم أوكي. محمدي شوقي، التغييرات هذه قلنا قبل قليل في الكواليس بأنه فرصة للناخب الوطني مثل هذه الوديات، لأنه تواريخ الفيفا ضيقة وقليلة جدا. أنه وهو جديد على بيت المنتخب يجب أن يتعرف على اللاعبين أكثر. نظن بأنه التغييرات كافية بالنسبة له، أنا أظن أنه ينتظر إلى الشوط الثاني ممكن. أنه الناخب الجديد بيتكوفيتش موجود هو في مرحلة اكتشاف ومرحلة الملاحظة، لهذا أنا نشوف التغييرات دائما راح يسمح للناخب
الوطني باش يشوف اللاعبين خاصة في المقابلات الودية. حقيقة كانت لديه 4 حصص أو 5 مقابلة ضد الفريق البوليفي خدا نظرة. المقابلة الثانية راح يشوف اللاعبين الآخرين رغم الغيابات. نعم رغم الغيابات الكثيرة. الكثيرة، ولكن الناخب الوطني راح يكتشف مرحلة الاكتشاف فيما بعد. احنا ما نسوش انه لي دات فيفا يعني ما كانش حتى الموا دو جوان، في شهر جوان راح يلعب المقابلة يعني تصفية كأس العالم امام الفريق الغيني، لهذا ما عندوش الوقت ولهذا شفنا التغييرات هذه. نقول فيما يخص السيستم الهجومي او السيستم الدفاعي راح يتغير، ممكن يكون 4-2-3-1 4-3-3، ولكن النموذج اللعب او فلسفه اللعب هي الفلسفه الجزائريه، هي الاستحواذ على الكره، المهارات التقنيه، الهجومات المضاده. هذه هي نقطه قوه اللاضيين تاع الفريق الجزائري. لهذا ما راحش يتغير هذا الشيء. اللي يتغير ممكن السيستم هو يتغير. لماذا؟ لانه مشروع اللعب او الموديل دو جو لازم وقت كبير. نعم أمير، لاحظنا في المباراة الأولى بأن الناخب الوطني أول ما ركز عليه هو الحفاظ على المنظومة الدفاعية، لم يغير فيها، يعني بدأ بما كان موجود من قبل، ثم بدأ يغير مع مرور الوقت. شفنا طوقاي في المرحلة الثانية، اليوم فرصة إلى مدني لأنه ربما غياب بن سبعيني كان اضطراري. التغيير كله منصب على وسط الميدان والهجوم، يعني في ماذا يفكر الناخب الوطني بالتحديد؟ بلال، فيه طريقة لعب وفيه أسلوب لعب. طريقة اللعب هي رقم خطة، يقدر أي مدرب يجي يعطيك ربما طريقة لعب، يعني انتشار لاعبين. انتشار. أسلوب اللعب هو اللي ربما راح يتوظف عليه اللاعبين. في المقابلة ضد بوليفيا شفنا أسلوب لعب اللي ما تعودناش عليه في السابق، طريقة جديدة في مرحلة البناء. دخول الحارس مرمى موندريا في مرحلة البناء، لأننا نشوفه موندريا وقبل خروج بن سبعيني ومع ماندي كان يبدأ في مرحلة البناء، ثم نذهب إلى مرحلة يعني الهجمة تبدأ من عند الحارس، يعني من البناء، عكس الأسلوب اللعب اللي كان عندنا في السابق اللي هو أسلوب المباشر. نلعبوا الكرات الطويلة مباشرة من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى لما كان بالليلي وكذلك محمد. نعم الوقت انتهى، ولو أنه كنت نطرح سؤال أيضا إلى شوقي، ولكن نلتقي إن شاء الله ما بين الشوطين أو بعد نهاية اللقاء للتحليل أكثر حول المباراة المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا. بعد قليل يلقاكم الزميل وليد فرحاني تعليقا على هذه المباراة. متابعة طيبة، في أمان الله. شكرا جزيلا للزميل بلال بوزيدي ولمحللية تلفزيون الجزائري. على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم حيثما تواجدتم، سلام الله عليكم
وليد فرحاني يحييكم، سعيد لخدمتكم مباشرة بملعب نيلسون مانديلا. هذا الملعب التحفة، واحد من بين أجمل وأروع وأرقى الملاعب على مستوى القارة السمراء. المنتخب الوطني الجزائري على موعد جديد في عهد جديد في قصة جديدة متجددة رفقة منتخبنا الوطني الجزائري بقيادة المدرب الجديد بيتكوفيتش فلاديمير. المتميزين والمتمرسين أيضا تكتيكيا يقود نخبة وطنية بالمتميزين الطامحين للتألق لما لا عالم بالنسبة للمدرب الوطني الجديد، وخرجة جديدة بالنسبة لمحاربين بعد الفوز في المباراة الودية الأولى بمناسبة سلسلة الفيفا سيريز هنا بملعب نيلسون مانديلا. المباراة الأولى كانت أمام منتخب من أمريكا اللاتينية وحسمها رفقاء ياسين إبراهيمي بثلاثية كاملة مقابل هدفين. الموعد اليوم أمام منتخب إفريقي قوي أيضا قدم كأس إفريقيا قوية بجيل مميز أيضا من اللاعبين مكنه من احتلال الصف الثالث رفقة كبار القارة. أمطار الخير حاضرة هنا بملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة، ولحظات ويدخل منتخبنا الوطني وضيف الجزائر منتخب جنوب افريقيا والساوث افريكا منتخب الاولاد. المواجهات بيننا وبين جنوب افريقيا تاريخيا قليله، وعلى قلتها لطالما كانت المتعه والفرجه والاثاره حاضره عندما يتعلق الامر بالساوث افريكا ومحارب الصحراء. تاريخيا المباراة هي الخامسة قلت بين الجزائر ومنتخب جنوب افريقيا، مباريات رسمية كلها في اطار كأس افريقيا. البداية بمباراة ربع نهائي سنة 1996 حين فاز صاحب الأرض منتخب جنوب إفريقيا على الخضر بهدفين مقابل هدف واحد عن طريق طبعا أسمائه التي تألقت في تلك المباراة وقادهم ذلك الفوز للتتويج الوحيد والأخير لمنتخب الساوث أفريكا على أرضهم وبين جماهيرهم. ها هو طبعا زعيم جنوب إفريقيا وصديق الجزائر نيلسون مانديلا، هذا الزعيم الذي سمي عليه هذا الملعب، وهي هدية للجزائر لواحد من زعماء القارة السمراء طبعا. ومنتخب جنوب افريقيا يجد نفسه ضيفا في بلده، فإذا هو ليس في بلده وبملعب يسمى على زعيمه. الحديث عن نيلسون مانديلا. لحظات مشاهدينا الكرام ولنا عودة الوطني الجزائري. And now the national anthem of Algeria.
العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. يا سلام على الجمهور الجزائري الرائع الحاضر هنا بملعب نيلسون مانديلا في هذه الودية الحبية بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره الجنوب افريقي، طبعا في سلسلة الفيفا سيريز تحضيرا للتصفية المونديالية. مشاهدينا الكرام، قلت بين المنتخب الوطني والمنتخب الجنوب افريقي لطالما كانت المباريات كبيرة وكبيرة وكبيرة جدا وتعد بالكثير. الجديد في المباريات بين المنتخبين هو أنه المواجهة الأولى بينهما على الأراضي الجزائرية، وإذا كان المنتخب الوطني لعب كثيرا في جنوب افريقيا سواء بملاقاة صاحب الأرض أو من خلال مشاركته في كأسي افريقيا 1996 و2013 وكذا كأس العالم 2010. طبعا فإن منتخب البافانا سيلعب لأول مرة في التاريخ في الجزائر على ملعب نيلسون مانديلا الذي يرمز لشخصية تاريخية للبلد نفسه. نمر مباشرة مشاهدينا الكرام للتشكيلة والتوليفة الأساسية. يكرم الضيف، فالبداية بمنتخب جنوب افريقيا في حراسة المرمى رونوان ويليامز على الجهة اليمنى، كيكانا على الجهة اليسرى، أوبري موديابا على مستوى منتصف الدفاع، كل من سيامدا غوزولو إضافة إلى نيكوي مبوي في وسط الميدان، توبوهو ماكونا وتامبانغ مونتاري. أما على مستوى الهجوم مايامبيلا على الجهة اليمنى، أوسوين أبوليس على الجهة اليسرى. صانع الألعاب هو تيمبا زواني، وقلب الهجوم هو راينايز. هذه تشكيلة منتخب الساوث أفريكا منتخب الأولاد. بالنسبة لمحاربي الصحراء اليوم تشكيلة مغايرة ومختلفة مع الزج العديد من اللاعبين حتى يدخلون في الأجواء تدريجيا وحتى يقتربون أكثر من الناخب الوطني الجديد بيتكوفيتش، ويكون لديه فكرة عامة واضحة بالنسبة للأسماء المتاحة، وهي على النحو التالي: في حراسة المرمى مصطفى زغبة على الجهة اليمنى، كيفين جيتون على الجهة اليسرى، رايان أيت نوري منتصف الدفاع، عيسى مامدي رفقة طبعا مداني، وسط الميدان نبيل بن طالب، حسام الدين عوار وياسين بنزية. على مستوى الهجوم محمد الأمين عمورة وياسين إبراهيمي وبغداد بنجاح. هي تشكيلة وتوليفة الناخب الوطني بيتكوفيتش التي دخلت أساسية بخصوص هذه طبعا المباراة. يوسف عطال، منصف بقرار، زين الدين بالعيد، أسامة بن بوط، محمد سعيد بن رحمة، فارس شايبي، حجام واحمد قندوسي، اضافه الى ماندريا وانيس حاج موسى ومحمد امين طوقاي ورميز العربي زروقي. هذه الاسماء موجوده على مستوى بنك الاحتياط قد نشاهدها في الشوط الثاني. دقيقه صمت مشاهدينا الكرام ولنعود من جديد. عودة إذا مشاهدينا الكرام بأسماء حضراتكم إلى الموعد الودي لحظات قبل إعطاء إشارة انطلاقته بقيادة الحكم التونسي أمير لوصيف. المساعد الأول هو أيمن إسماعيل، المساعد الثاني هو فوزي جريدي، الحكم الرابع هو لحلو بن براهم الحكم الجزائري. لحظات إذن ويعطي الحكم التونسي إشارة انطلاقة المباراة الودية التي ننتظر فيها الكثير من الإثارة، ننتظر فيها الكثير من الأهداف، وننتظر فيها الكثير من التميز بين المنتخبين فوق أرضية الميدان، وخاصة لمنتخبنا الوطني الجزائري الذي يبدأ عهدا جديدا. كرة أمامية تتحول مباشرة إلى رمية تماس. جميع تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا مشاهدينا الكرام تنشط في الدور المحلي ما عدا اللاعب مهيالي مايامبيلا، هذا اللاعب الذي ينشط في الدور القبرصي. 11 لاعب الذين دخلوا إلى أجواء المباراة. بينما محمد أمين عمورة رأسية تغطية دفاعية ويقظة موجودة من قبل الدفاع. نيكو مويبي الضغط على حامل الكرة، العودة للحارس ويليامز، علق أقول بالشكل لافت
في كأس افريقيا الاخيره. الانطلاق الان لمصلحه عناصر منتخب جنوب افريقيا. راينرز يلعب الكره على الجهه اليسرى. اوسوين ابوليس العوده الى الخلف. موديبا الضغط عليه من قبل ياسين براهيمي، يربح المساحه. موديبا يحضر حذاري على الجهه اليمنى. يا ايت نوري في منتصف الميدان الى الجهه اليمنى الان، ثم العرضيه وايت نوري يتدخل ويبعد الكره الى رميه تماس تحت انظار طبعا فلاديمير بيتكوفيتش الذي جاء وامال كبيره معلقه على هذا المدرب الذي تالق رفقه منتخب سويسرا ووصل معه الى ربع نهائي كأس أوروبا عندما أطاح بالديك الفرنسي وأخرجه من الدور الثمن النهائي في تلك المباراة التي كانت مجنونة وكبيرة، انتهت ب3 أهداف مقابل 3 بعدما كان خاسر المنتخب السويسري بثلاثية مقابل هدف واحد. قلب السويسريون النتيجة والطاولة على المنتخب الفرنسي وفازوا عليه بركلات الترجيح بعدما عادلوا الكفة ب3 أهداف مقابل 3. كرة في حياكة المنتخب الجنوب افريقي، يحاولون الامساك بالكرة في بداية هذه المباراة. مساء الخير وليد. مساء الخير زميلي أنيس النشيط المتواجد في أرضية ملعب نيلسون مانديلا للاقتراب من بيتكوفيتش ومن هوغو بلوس وليعطينا كل المعلومات والتفاصيل. صحفتورك أنيس. صحفتورك وليد. ربما طبيعة المنافس هي من ستجعل هذه المباراة رسمية وليست ودية. دقيقة صمت وليد كانت على وسيم جزار لاعب فريق أمل مروان أقل من 17 سنة ودريس قعقع الحارس الدولي السابق. كل التعازي للأسرة الرياضية رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه. شكرا جزيلا أنيس. سنعود إليك طبعا بين الفينة والأخرى. كرة في منتصف الميدان دائما لعناصر منتخب جنوب افريقيا، ماسكين الكرة بشكل رائع في بداية هذه المباراة. ثم الانطلاقة على الجهة اليمنى كيكانا والعرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء. يا لها من تسديدة قوية جدا ويا له من انذار شديد اللهجة من اوسوين ابوليس الذي سدد بكل ما يمتلكه من قوة، ولكن العارضة الأفقية نابت وصدت هنا في الكرة الماضية الصعبة لمنتخب جنوب افريقيا. ياسين ابراهيمي في منتصف الميدان من اجل رد الفعل، ماسك الكرة ياسين، ثقة كبيرة في النفس. ياسين ابراهيمي دائما بحوزته الكرة، وحكم المباراة يعلن عن بداية او عن مخالفة لمصلحة ياسين ابراهيمي. سنشاهد ونتابع الإعادة في اللقطة الماضية التي كانت صعبة وصعبة جدا من قبل اوسوين ابوليس في فرصة وتوزيعة كانت أرضية اصطدمت ببن طالب أعتقد الكرة الماضية وتحولت إلى أبوليس. سدد بكل قوة على يسار الحارس زغبة. كم كانت صعبة هذه الكرة وكم كانت خطيرة. انذار شديد اللهجة لمنتخب الأولاد أمام المنتخب الوطني. كرة أمامية، تغطية دفاعية حاضرة. صراع سيكون كبير أيضا على مستوى خط المقدمة. بغداد بونجاح سيجد صعوبة كبيرة في اختراق سياندا غوزولو رفقة نيكيو موبي ثنائي الخط الخلفي بالنسبة للمنتخب جنوب افريقيا. كرة لابوليس، تغطية تأتي من ياسين ابراهيمي. جنوب افريقيا تخرج بلمسات قصيرة، هكذا يلعب الأولاد، اللمسات القصيرة ثم فتح الأروقة الجهة اليمنى والجهة اليسرى والتحول السريع أيضا من الدفاع إلى الهجوم. تلك سماتهم وخطورتهم ولعبتهم المعروفة منتخب جنوب افريقيا. شأنهم شأن فريق ماميلودي سان داونز وسوبر سبورت ومختلف أندية جنوب افريقيا عندما يكونون في أوج عطائهم طبعا في المسابقات والمنافسات الافريقية. مداني محمد الأمين لأول مرة رفقة المنتخب الوطني الجزائري تمنح له الفرصة. قلب دفاع السياسي القادم من الجسور المعلقة، نتمنى له التوفيق. شأنه شأن جميع اللاعبين. كرة أمامية لمصلحة منتخب جنوب افريقيا على الجهة اليمنى. مايامبيلا يحاول المرور والتسديد، كرة بعيدة مرت وتحولت إلى ركلة مرمى. مباراة بدايتها صعبة بين المنتخب الوطني الجزائري ومنتخب جنوب افريقيا مع أفضلية جنوب افريقيا في بداية هذه المباراة، في انتظار ما هو قادم خلال هذا الموعد الودي الذي سيكون مفيد ومفيد جدا بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري وبالنسبة للناخب الوطني أيضا بيتكوفيتش الذي هو واقف وليد يتابع المباراة بكل إصرار وكأنها مباراة رسمية، وأعطى تعليمات لعيسى ماندي بعد الفرصة الأولى للتغطية على المدافع جيطون. بالنسبة له يا أنيس حتى وإن كانت ودية
هي بصيغة الرسمية بحكم أنه يمتلك مباراتين فقط، واحدة لعبها أمام بوليفيا بعد الانطلاقة لمحمد أمين عمورة على الجهة اليمنى يحاول المرور، وهذا ياسين بنزية، ولكن التغطية الدفاعية كانت حاضرة. قلت تنيس مباراة ودية ثانية بالنسبة له، وهو الذي لعب مباراة ودية أولى أمام منتخب بوليفيا. سيقترب أكثر من اللاعبين، سيقف على مستوى كل لاعب، سيقترب على أيضا الجانب البدني للاعبين، الجانب المعنوي للاعبين، حتى يكون جاهز من دون شك للمباريات القادمة المهمة بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري، أبرزها تصفية كأس العالم التي نطمح ونسعى ونحلم بالتواجد فيها هذه المرة، خاصة بعد الإخفاق الماضي عندما لم نتمكن من التواجد في مونديال قطر الذي صراحة أثرنا كثير، وكنا حابين بمختلف الطرق أننا نكون في هذا المونديال، ولكنها كرة القدم في نهاية المطاف، والقادم أجمل بالنسبة للعناصر الوطنية. كرة لبنزية على الجهة اليمنى، بغداد بنجاح بالصدر بشكل رائع، أسبقية لتيبوهو موكونا في منتصف الميدان. بغداد بنجاح يخطف هذه الكرة باتجاه ياسين إبراهيمي على الجهة اليسرى، إن وجد المساحة خطير ياسين إلى الجانب الأيسر دائما لمصلحة المنتخب الجزائري. أمين عمورة مع اللاعب أيت نوري على الجهة اليسرى، أيت نوري العودة إلى الخلف، مدني محمد أمين تحت صيحات وأهازيج الجماهير الجزائرية التي تدفع دائما بالمنتخب الوطني الجزائري إلى الأمام من أجل تقديم مباراة كبيرة ومن أجل المرور بشكل رائع. التمريرة من مدني إلى إبراهيمي، وجد المساحة خطيرة عندما يأتي من بعيد، وصلت على الجهة اليسرى محمد أمين عمورة، تسديدة خطيرة يا بغداد. أوه يا بنجاح، لعبت دور المدافع في هذه الكرة ولم تكن مهاجما أمام تسديدة محمد أمين عمورة التي كادت أن تغالط الحارس ويليامز، وكانت متجهة إلى المرمى. من بدأها ياسين دون فلسفة زائدة، حضر لعمورة يا بغداد، أراد أن يحولها إلى الشباك، ولكنه أنقذ ويليامز وأنقذ بافانا من أول أهداف هذه المباراة. بدأ يخرج المنتخب الوطني الجزائري ويدخل أيضا أجواء هذه المباراة التي كانت صعبة في بدايتها، وجب أن نقر بذلك. تمركزهم عناصر منتخب جنوب إفريقيا كان رائعا على مستوى الخطوط الثلاث، وذلك ما شكل صعوبة على المنتخب الوطني الجزائري في هذه المباراة، حتى كان المنتخب قريب جدا من افتتاح بوابة التسجيل في هذه المباراة. كرة جنوب إفريقية أمامية، أيت نوري بالرأس بشكل رائع، التغطية الدفاعية، واحد من العناصر المميزة رايان أيت نوري، خاصة رفقة وولفرهامبتون هنالك في الدوري الإنجليزي الممتاز في البريمير ليج. لاعب في الآونة الأخيرة لم يعد ظهيرا أيسرا، بل أصبح يصعد في الكثير من المرات، يلعب كمهاجم أيسر وحتى في منتصف الميدان، وسجل هدفين في آخر المباريات، واحد طبعا على مستوى كأس الاتحاد الإنجليزي. كرة على الجهة اليسرى وصلت إلى اللاعب أوبري موديبا في الخط الخلفي، العودة إلى الخلف لعناصر منتخب جنوب إفريقيا يبحثون عن إخراج المنتخب الجزائري، وهذا هوغو بروس مدرب المنتخب الجنوب إفريقي الذي وبنسبة كبيرة وليد يعيش آخر لحظات رفقة منتخب جنوب إفريقيا، لأنه حسب الإعلام الجنوب إفريقي وكذا التونسي سينتقل لتدريب منتخب تونس فعلا، وهو ما لاح في الآونة الأخيرة. قد يغادر هوغو بروس منتخب جنوب إفريقيا رغم أنه تألق في كأس إفريقيا الأخيرة. هذا المدرب الذي درب في الدوري الجزائري لكرة القدم، درب شبيبة القبائل وكذلك نصر حسين دائي، يعرف العقلية الجزائرية والملاعب الجزائرية. كرة في منتصف الميدان لمصلحة عناصر جنوب إفريقيا على الجهة اليمنى، مايامبيلا، والعرضية خطيرة ولكنها بين أحضان الحارس مصطفى زغبة، يتدخل في التوقيت المناسب أمام انطلاقاتهم السريعة. الحديث عن مايامبيلا وتيمبا زواني إضافة إلى المهاجم راينيرز. خطورة المنتخب الجنوب افريقي تكمن في هذا الثلاثي على مستوى خط الهجوم، طبعا مع صاحب الخبرة والتجربة في منتصف الميدان. الحديث عن تيبوهو. كرة لرايان أيت نوري
التمريرة بشكل جميل في منتصف الميدان. عادت جنوب افريقيا سريعين في افتكاك الكرة وفي التحول الهجومي ايضا. الكرة امامية باتجاه راينرز، يحضر على الجهة اليمنى، حذاري من الخلل الموجود على الجناح اليمنى، وتسديدة قوية هنا ولكنها بين احضان الحارس طبعا مصطفى زغبة. قلت فيه خلل على جهة اليسار اين يوجد آية نوري، لان تقريبا كل انطلاقاتهم في بداية هذه المباراة هي من الجهة اليمنى، والعرضية كانت حاضرة هنا، ثم التسديدة بين احضان الحارس مصطفى زغبة. واجهات التاريخية بين المنتخبين بعد الانطلاقة من بغداد بنجاح، والقراءة الدفاعية حاضرة من قبل سياندا زولو، ولكن حكم المباراة لم يعلن عن وجود المخالفة في اللقطة الماضية. قلت تاريخيا كأس افريقيا سنة 1996 بجنوب افريقيا انتهت فيها المباراة بفوز منتخب الأولاد بهدفين مقابل هدف واحد. هدف الوحيد للمنتخب الجزائري سجله طارق العزيزي. أما المواجهة الثانية الرسمية كانت سنة 2000 بغانا، وانتهت المباراة بهدف مقابل هدف واحد. هدف الجزائر سجله فوزي موسوني. أما اللقاء الودي الذي جمع بين المنتخبين سنة 2013 انتهى سلبيا 0-0 بكيب تاون هنالك بجنوب افريقيا، لتأتي سنة 2015 وكانوا غينيا الاستوائية. هي الكرة الماضية اعتقد كان فيه مخالفة على بغداد بنجاح. قلت بغينيا الاستوائية الخضر، وبعدما كانوا متأخرين في النتيجة بهدف دون مقابل تمكن محاربون من تسجيل 3 أهداف من إمضاء فوزي غلام وإسلام سليماني، وهدف عكسي من منتخب جنوب افريقيا. كرة على الجهة اليسرى وصلت إلى نبيل بن طالب في منتصف الميدان إلى بنزية، يستدير بالكرة بنزية، بجانبه ياسين براهيمي بنزية من جديد، بنزية براهيمي، تمشي الكرة والدور بشكل جيد بين عناصر المنتخب الوطني، وصولا إلى محمد أمين عمورة على اليسار، خطيرهم وسريعهم محمد أمين عمورة، ضيع الكرة محمد أمين عمورة وفاتت ياسين براهيمي، وتحولت في هجمة معاكسة لمصلحة المنتخب الجنوب افريقي بواسطة تيم بوزواني في صراع في منتصف الميدان. يخرج عيسى مندي من أجل الضغط على حامل الكرة ومحاولة استخلاص هذه الكرة. جنوب افريقيا دائما للسريع، أوسوين أبوليس. جنوب افريقيا دائما تمشي الكرة بشكل سريع وخطير، والتغطية الدفاعية حاضرة هنا، ولكن قبل ذلك حكم المباراة التونسي أمين لوصيف يعلن عن وجود المخالفة لمصلحة المنتخب الجنوب افريقي. محاولة الانطلاق هنا كانت من اللاعب السريع رقم 21 مايامبيلا، حاول الانطلاق هنا وحاول المرور، وحكم المباراة كان قريبا وأعلن عن وجود المخالفة لمصلحة منتخب جنوب افريقيا. في وقت المدرب هوغو بروس وليد أعطى تعليمات بفرض الرقابة اللصيقة على ياسين براهيمي، لأنه وحسبه هو محرك المنتخب الجزائري، وكل الهجمات حتى الآن تبنى على قدم ورجل ياسين براهيمي. طبعا أنيس، ياسين براهيمي الذي يبقى واحد من أخطر العناصر في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، من العناصر المميزة التي عندما تكون في أوج عطائها تقدم الكثير بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري، مثل ما فعل في المباراة الماضية أمام منتخب فنزويلا، وما يفعله أيضا في الأراضي القطرية رفقة الغرافة. بينما المخالفة الثابتة، الكرة الثابتة والمخالفة المباشرة لتيبو موكونا، متعود أنه يسجل في المخالفات المباشرة، وسجل مخالفة مباشرة رائعة جدا في كأس افريقيا الماضية. يستعد للتنفيذ بقوة، سدد هنا ولكنها تحولت إلى ماذا قال حكم المباراة؟ إلى ركلة مرمى. تسديدة تيبو موكونا بقوة كبيرة مرت على الحارس مصطفى زغبة، الذي يجد نفسه أساسيا اليوم بعدما كان في المباراة الماضية الحارس ماندريا أساسي. محمد أمين عمورة يحاول الانطلاق بسرعته، محمد أمين 1 على 1، محمد أمين عمورة يربح الصراع، محمد يتوغل، محمد مخالفة واضحة على أمين عمورة،
عندما ينطلق محمد أمين عمورة صعب جدا أنك توقف هذا اللاعب بسرعته ومهارته وثقته في نفسه. أيضا التدخل هنا كان من قبل المدافع نيكيو مبوبي الذي تدخل على محمد أمين عمورة، وكان الحل الوحيد لإيفاء أو لإيقاف السرعة النفاثة لابن جيجل محمد الأمين عمورة في اللقطة الماضية، هو مخالفة مباشرة وكرة ثابتة لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري. الجميل في هذه المباراة أن المنتخب سيستفيد وأن المدرب سيستفيد، لأنه بالدرجة الأولى المنافس قوي وشرس، وبالدرجة الثانية أيضا مباريات مهمة تنتظر المنتخب الوطني الجزائري، تقريبا نفس طريقة لعبهم، مثل طريقة لعب المنتخب الجنوب افريقي. وهذا ما قاله المدرب بيتكوفيتش في الندوة الصحفية. وليد، منتخب جنوب افريقيا لا يغلق اللعب، يعني يلعب باسلوب عصري بكرة حديثة، وهذا ما سيفيد المنتخب الجزائري، وهذا ما نتمناه يا انيس بعد هذه الكرة الثابتة والمخالفة المباشرة وخطورة عناصرنا الوطنية في المخالفات المباشرة والكرات الثابتة مع صعود بن بنجاح وكذلك عيسى مندي، ولكن التغطية الدفاعية جاءت بشكل رائع على مستوى القائمة الأول والإبعاد من قبل الرقم 11 في صفوف منتخب جنوب افريقيا، الحديث عن تيمبا زواني الذي حول هذه الكرة إلى ركلة ركنية جديدة لمنتخبنا الوطني الجزائري في حدود الدقيقة 18. الجماهير الجزائرية بالملعب تبحث عن أول أهداف المباراة. هل سيستجيب عناصر المنتخب؟ وويليامز يرتقي فوق الجميع بطول قامته ويتفوق على دفاع وهجوم المنتخب الجزائري الذي كان متواجدا، والانطلاقة في هجمة معاكسة. مهم جدا هذه التمريرات من حارس الذي كان غائب في المباراة الأولى أمام أندورا بداية الإصابة، فعلا الذي أضحى جاهزا في هذه المباراة، شأن حسام عوار الذي كان غائبا أيضا في المباراة الأولى ويجد نفسه أساسيا اليوم وجاهز بخصوص هذه المباراة. بينما الكرة في ظهر دفاع المنتخب الجزائري، ثم التحضير حذاري من التسديدات من بعيد بواسطة اللاعب تامبانغ، يقصر الكرة تامبانغ وانطلق السريع محمد أمين عمورة مباشرة إلى بغداد بنجاح على الجهة اليسرى. بغداد يحاول الانطلاق، يبحث عن الزميل المتحرر، يبحث عن براهيمي ويبحث أيضا عن أيت نوري، يلعب كرة أمامية لياسين بنزية. يا سلام على الاستقبال ياسين بنزية، تدخل موجود. ماذا يقول الحكم؟ يقول العب ما فيها شيء. مباراة تصبح سريعة ورتمها يرتفع رويدا في هذا اللقاء المميز بين المنتخبين. الانطلاقة سريعة، وبسون أبوليس يمر ثم يحضر في منتصف الميدان، العودة إلى الجهة اليسرى وبيريمو دييب، والتسديدة بعيدة مرت وتحولت إلى ركلة مرمى من قبل الرقم 6 أوبري موديبا. سدد بشكل مباشر هنا بالقدم اليسرى الظاهرة الأيسر لنادي ماميلودي سان داونز. قلت 5 لاعبين ينشطون في ماميلودي سان داونز. هي الكرة الماضية والتدخل على ياسين بنزية. حكم المباراة اعتبر هذه الكرة بأنها عادية ولم يعلن عن وجود المخالفة في اللقطة الماضية، وهو صاحب القرار الأول والنهائي في هذه المباراة. الشيء الجميل الذي لاحظته في المدافع محمد أمين مداني تمريراته الصحيحة والدقيقة، حتى وإن كان اللاعبون بعاد يعني من المنطقة الخلفية إلى منطقة الهجوم. الكرة توصل بشكل جميل، وهذا مهم جدا في طريقة الخروج بالكرة من الدفاع إلى الهجوم بهذا الشكل. مثل ما تحدثت، وصلت الكرة لأيت نوري، مر على الجهة اليسرى بنزية، تدخل موجود عليه. ماذا قال حكم المباراة؟ تلعب مرة أخرى وتحولت على الجهة اليمنى لمصلحة العناصر الجنوب افريقية. مساحات موجودة على الجهة اليسرى، محاولة التوزيع وبين أحضان الحارس مصطفى زغبة. قلت المساحات موجودة من الجهتين اليسرى واليمنى، حذاري أمام منتخب يخرج بشكل رائع. أيت نوري محاولة الخروج، تدخل عليه واضح، الحكم قريب يعلن عن وجود المخالفة. قلت مشاهدينا الكرام، نصف التشكيلة مكونة من لاعبي ماميلودي سان داونز، ومتوسط أعمار المنتخب الجنوب افريقي 29 سنة في هذه المباراة، حتى متوسط عمر المنتخب الوطني الجزائري بالتشكيلة الأساسية التي دخلت اليوم 29 سنة. كرة في منتصف الميدان، عيسى مندي إلى الجهة اليسرى نبيل بن طالب، واليمنى في المنتصف حسام عوار مباشرة. العودة للخلف في الوسط ياسين براهيمي، لمسة واحدة ثنائية خسرها المنتخب في المنتصف، عادت لمصلحة منتخب جنوب افريقيا.
على الجهة اليمنى. كيكيانا يرسل كرة أمامية. أيت نور يتفطن بشكل رائع إلى ياسين الآن في منتصف الميدان. إبراهيمي بشكل رائع يغطي الكرة. ياسين هذا المكسب. تمريرة بينية خطيرة. ضاعت واحدة من الفرص السانحة للمنتخب الوطني الجزائري بعد تمريرة الفنان والرائع ياسين إبراهيمي. أمين عمورة كان قريبا من افتتاح بوابة التسجيل، لكن يا سلام على ياسين وماذا يفعله ياسين. ركزوا جيدا في ياسين. التمريرة بينية باتجاه بنزية. فرصة وإمكانية. التسديدة 1-0 للمنتخب الوطني الجزائري. ركزوا استمتعوا، ركزوا واستمتعوا ما يفعله المبدع ياسين إبراهيمي. تمويهه، إبداعه، حسه، تمريراته ونظرته الثاقبة. قدم الكرة بتمريرة حاسمة باتجاه الخطير بنزية. سأحدثكم عن بنزية. أين كان بنزية؟ كيف عاد إلى المنتخب بنزية ووجد نفسه في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري؟ بنزية اليوم يوقع الهدف الثاني له رفقة المنتخب الجزائري في مباراتين متتاليتين، والقادم أجمل، والقادم أجمل بالنسبة لبنزية وبالنسبة لإبراهيمي وبالنسبة لعمورة وبنجاح وكل عناصرنا الوطنية. افرح يا بيتكوفيتش. هي مباراة ودية ولكن فيها الكثير من الجدية، فيها الكثير من الدروس وجب أن تستخلص، فيها الكثير من المعنويات التي وجب أن ترتفع لتلامس السحاب لكي نعود من جديد لنتألق رفقة المنتخب الوطني الجزائري في التحديات القادمة. 1 الجزائر 0 جنوب افريقيا يا انيس مزيان. قصة حياة لياسين بنزية الذي كان قريبا من اعتزال ميادين كرة القدم بعد الحادث الذي تعرض له. يعود ويتألق رفقة ياسين آخر، ياسين إبراهيمي الذي عاد من الباب الواسع، والنتيجة هدف مستحق لمنتخب جزائري وفرحة في ملعب نيلسون مانديلا. شاهدنا ردة فعل المدرب بيتكوفيتش وفرحة كبيرة. مباراة رسمية وليد، صراحة يتابع ويتعامل بشغف كأنها مباراة رسمية وليست ودية، وهذا ما ننتظره ونتوقعه، وهذا ما ينتظره المنتخب الوطني الجزائري أيضا في طي ورقة الماضي والتفكير في المستقبل من أجل التألق رفقة المنتخب الوطني الجزائري، ولديه من خضر كل الإمكانيات والقدرات لذلك، بجمهور أيضا متعطش يعشق منتخبه حتى النخاع. المادة الخام أيضا موجودة والموهبة أيضا في انتظار أن يتحرر هذا المنتخب. قيطون على الجهة اليمنى، محاولة الانطلاق والمرور طلبها في العمق محمد أمين عمورة، ولكن التغطية الدفاعية كانت حاضرة بشكل رائع من قبل الظهير الأيسر. الحديث عن أوبري موديابا، ولكن الكرة مرت إلى رمي التماس. سوغو بروس لا يود أن يخسر، خاصة إن كانت آخر مباراة له برفقة منتخب جنوب أفريقيا، وهو الذي قدم كان عالية المستوى. مركز ثالث بالنسبة لمنتخب الساوث أفريقيا، يطمح أن يحقق فوزا جديدا اليوم أمام المنتخب الوطني الجزائري، وهو الذي يعرف قوة المنتخب الوطني الجزائري خاصة عندما يلعب فوق أرضية ميدانه. بيتكوفيتش يتكلم كثيرا مع عيسى ماندي، هو الذي ينقل التعليمات والنصائح لبقية اللاعبين، وكأنه هو المدرب داخل المستطيل الأخضر. فعلا أنيس، وهو صاحب طبعا الخبرة الكبيرة والتجربة الكبيرة جدا. كان لديه خطأ في المباراة الماضية وقع في المحظور عندما سجل منتخب فنزويلا، ولكنه تدارك سريعا ومنح الجزائر هدف الفوز في تلك المباراة. وهنا شخصية اللاعبين الكبار الذين لا يتأثرون. بينما قيطون على الجهة اليسرى أو اليمنى، التغطية الدفاعية حاضرة من أوبريمو دييبا، يحول الكرة إلى رمي التماس. الشيء الجميل اليوم مشاهد حسام عوار، بنزية، قيطون، محمد أمين مداني، لاعبون جدد رفقة المنتخب، بينما تحذير بخارج القدم محمد أمين. عمورة أراد أن يباغت الحارس ويليامز، لكن الكرة مرت وتحولت إلى ركلة مرمى. عندما يكون ياسين إبراهيمي في فورمة كبيرة وعالية، عندما يكون أيضا عمورة حاسم بانطلاقاته السريعة، ها هي التحضير الجميل جدا من بنزية ليلعب مباراة رائعة صراحة، يلعب مباراة رائعة. بنزية تدريجيا يأخذ الثقة أكبر. سعيد بن رحمة
هو الآخر يتفاعل مع كل كرة في المباراة. اللاعب الذي تحول من نادي المطارق وستام إلى أولمبيك ليون لكي يقدم مستويات عالية ويجد نفسه ويعود إلى مستواه الحقيقي، وبدايته كانت جد موفقة رفقة فريق الجنوب الفرنسي. كرة في منتصف الميدان من أوسيون أبوليس في المنتصف، الضغط على حامل الكرة. حكم المباراة التونسي أمير لوصيف يعلن عن وجود المخالفة هنا بعد التدخل من الخلف من قبل عيسى مندي. طبعا على قلب الهجوم راينرز، واحد من الأسماء المميزة أيضا. كرة جنوب إفريقية، لمسة قصيرة، حسام عوار يتمكن من الكرة. حسام الذي عاد بقوة أيضا رفقة نادي الذئاب روما هنالك في إيطاليا في السيري اي. يتألق هنالك رفقة المدرب دير روسي المتألق رفقة الذئاب روما. ياسين براهيمي أي استقبال للكرة وترويض على الجهة اليسرى، يحاول المرور ثم البحث عن الزميل المتحرر. وصلت إلى بنزية، بنزية يحافظ على كرته بجانب بغداد بونجاح. لمسات قصيرة بين بغداد وبنزية. أيت نوري لام، بنزية من جديد مع أيت نوري. يا سلام، المنتخب الجزائري يبدع فوق أرضية الميدان. أيت نوري مرة والعرضية حاضرة والتغطية الدفاعية إلى ركلة ركنية جديدة لأصحاب الزي الأبيض فوق المدرجات. طبعا الجماهير حاضرة تغني وتساند، وفوق أرضية الميدان عناصر المنتخب الوطني الجزائري تتألق. هي الإعادة لأيت نوري الذي تمكن من الحصول على ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري. 28 دقيقة مرت، ياسين براهيمي يستعد لتنفيذ هذه الركنية، يلعب على مستوى القائمة الأول. المتابعة تأتي من بنزية، ولكن التغطية الدفاعية حاضرة عادت لمصلحة المنتخب الجنوبي الافريقي. حذاري فقط من انطلاقاتهم في الهجمات المعاكسة، تحولهم سريع وسريع وسريع جدا. طبعا على الجهة اليمنى أبوليس، ولكن الدفاع يتدخل من أمام أوسوين أبوليس الذي حاول الانطلاق على الجهة اليسرى. التمرير الآن لمسات قصيرة وانطلاقة جزائرية. بغداد بونجاح يربح المساحة بغداد، ثم تمريرة بينية بعيدة نوعا ما يا بغداد على المهاجم محمد أمين عمورة. طبعا بغداد بونجاح 21 مباراة يلعبها طبعا في الدوري ودوري أبطال آسيا. هذا الموسم سجل 10 أهداف فقط، وهي حصيلة ضئيلة بالنسبة للدول الجزائري الذي تعود على تسجيل عدد كبير من الأهداف رفقة ناديه القطري. رغم ذلك يتواجد بونجاح في فورمة جيدة رفقة المنتخب الجزائري، حيث سجل 5 أهداف في آخر 6 مباريات، وهو مرشح لأن يتجاوز حاجز 30 هدفا رفقة منتخبنا الوطني، مثل ما فعل إسلام سليماني ورياض محرز وقبلهما عبد الحفيظ تصفاوت. بغداد الذي يمتلك 28 هدف دون احتساب هدفين سجلهما في منافسة كأس العرب. ما زال يا بغداد أمامك الوقت والتألق مستقبل رفقة المنتخب الجزائري. تدخل واضح هنا من قبل نبيل بن طالب لاعب نادي ليل الذي تدخل في اللقطة الماضية على اللاعب رقم 7 أوسيون أبوليس في اللقطة الماضية. العودة للخلف، منتخب جنوب افريقيا كان بدأ المباراة برتم سريع جدا، وكان حتى قريب من تسجيل الهدف الأول في المباراة، لكن المنتخب الجزائري عرف كيف يعود إلى أجواء المباراة والتسجيل في توقيت مثالي أيضا بعد تمريرة الساحر ياسين براهيمي التي وجدت بنزية الذي أودعها الشباك. كرة إلى الخلف، حكم المباراة يعلن عن وجود رمية تماس. وليد، حين تلعب ب4 مهاجمين أمام منتخب جنوب إفريقيا، بونجاح، بنزية، عمورة وإبراهيم، هذا يؤكد الفكر الهجومي للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش. طبعا هو من عشاق التكتيك ومن عشاق أيضا اكتشاف المواهب واكتشاف اللاعبين. أيضا هذا اللاعب، هذا المدرب البوسني الذي كانت له تجربة رفقة لاتسيو الإيطالي وتجربة أيضا رفقة المنتخب السويسري حينها تألق رفقة المنتخب الأحمر في كأس العالم وفي كأس أوروبا أيضا. ياسين براهيمي، نبيل بن طالب، عيسى مندي، أسماء كانت حاضرة ضمن التشكيلة الأساسية التي واجهت جنوب إفريقيا في سنة 2015. أول بطاقة صفراء لحسام عوار.
حسام عوار ينال الكارت الأصفر بعد التدخل بقوة هنا فعلا على اللاعب رقم 6 في جنوب إفريقيا أوبري موديبا. حكم المباراة كان قريب وأعطى الكارت الأصفر للاعب حسام عوار. كرة في منتصف الميدان، سيلعب بحذر شديد في الخط الخلفي. خروج بالكرة من سيندا غوزولو إلى الجهة اليمنى. كيكانا قطعت الكرة. ياسين براهيمي. أيد نوري يحاول المرور. أيد نوري تغطية دفاعية حاضرة إلى رمية تماس لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري. أيد نوري في تنفيذ رمية التماس. إضافة كبيرة أيد نوري بالنسبة للمنتخب الجزائري، ونحن الذين كنا نعاني صراحة في منصب الظهير الأيسر منذ خروج فوزي غلام صراحة، والحل يوجد الآن في أيد نوري الذي يتألق رفقة وولفرهامبتون هنالك بالبريمير ليج. كرة في منتصف الميدان لمصلحة عناصر منتخب جنوب افريقيا. الخروج بشكل رائع على الجهة اليسرى، وصلت خطيرة خطيرة خطيرة، والدفاع يتدخل في الشكل الرائع من قبل المدافع محمد أمين مدني بشكل رائع على مستوى القائم الأول. غطى وأخرج هذه الكرة الصعبة لفائدة منتخب جنوب افريقيا بواسطة أوبري موديبا الذي مر من الجهة اليسرى. والانطلاق الآن محمد أمين عمور انطلق السريع، انطلق على الجهة اليمنى، يبحث الآن عن ياسين إبراهيمي أو عن من يعود إلى الخلف لعيسى مندي. الضغط على عيسى مندي، يخرج بالكرة عيسى، خسر الكرة عيسى مندي في منتصف الميدان لفائدة عناصر المنتخب الجنوب افريقي. القائد اليوم فوق أرضية الميدان هو ياسين إبراهيمي بعدما كان القائد في المباراة الماضية عيسى مندي. كرة في منتصف الميدان، كرة أمامية لفائدة عناصر المنتخب الوطني الجزائري، وصلت إلى بغداد بونجا على الجهة اليسرى. في الوسط العودة إلى الخلف، حذاري بشكل رائع نبيل بن طالب، العودة إلى الخلف باتجاه عيسى مندي. في منتصف الميدان ضاعت هذه الكرة، حذاري يا ياسين لمصلحة العناصر الجنوب افريقية. التحضير على الجهة اليمنى، فرصة خطيرة وهدف التعادل. هدف التعادل لمصلحة المنتخب الجنوب افريقي بواسطة اللاعب تيمبا الذي تمكن من معادلة النتيجة والكفة بعد خطأ في وسط الميدان، وكرة ضائعة كانت من ياسين إبراهيمي وتصفيقات بيتكوفيتش بهذا الشكل يشجع عناصره فوق أرضية الميدان، وكأن شيئا لم يحدث من أجل مواصلة العمل، من أجل مواصلة التألق في هذه المباراة والسعي طبعا لتسجيل أهداف أخرى في غفلة دفاعية. أمام قلت منتخب سريع وخطير ومميز أيضا. هنا استخلصت الكرة وهكذا جاء الهدف على الجهة اليمنى. فعلا كانت هنالك الاختلالات موجودة على الجانب الأيمن، وذلك استغله جيدا المهاجم الجنوب افريقي رقم 11 تيمبا الذي سجل هدف التعادل لمصلحة المنتخب الجنوب افريقي. هنا سقط ابراهيم القائد الذي طلب بالمخالفة، وهنا بدأها اللاعب تيمبا إلى الجهة اليمنى رفقة مايامبيلا، حضر بشكل رائع لتيمبا الذي أدرك التعادل لمصلحة منتخب جنوب افريقيا. جميل تباعد في الخطوط وليد. قبل الهدف المدرب فلاديمير بيتكوفيتش كان يعطي تعليمات لنبيل بن طالب وحسام عوار لضرورة يعني التنسيق والانسجام أكثر، وكذا يعني تواجد التناسق بين هذا الثنائي. بعد التعليمات مباشرة أتى هدف التعادل، يؤكد على أنه فيه عمل على مستوى المنتخب الوطني وخاصة على مستوى منصب وسط ميدان دفاعي للمنتخب الجزائري. عمل كبير جدا يا أنيس، ونحن الذين قلت قبل حديثك قلت جميل
جميل. لماذا؟ لأننا استقبلنا هدف. سنشاهد ردة فعل المنتخب الوطني الجزائري عندما نستقبل أهدافا. إن لم نشاهد ردة فعلنا ونحن منهزمون في المباريات الودية فمتى نشاهدها؟ فبالتالي سنرى ردة فعل المنتخب الجزائري كيف سيتعامل بعدما يستقبل الأهداف وبعدما يكون متأخر وبعدما يكون متعادل وحتى عندما يكون فائز مع المباريات والمنافسين. ياسين إبراهيمي على الجهة اليمنى، العودة لعيسى ماندي للخلف. في المباراة الماضية أعتقد أنه ياسين إبراهيمي هو الذي كان قائدا أيضا في المباراة الودية أمام منتخب بوليفيا، وهو للمرة الثانية قائد اليوم رفقة المنتخب الوطني الجزائري. قد يكون القائد الجديد للمنتخب في حضرة المدرب بيتكوفيتش. عيسى ماندي ينقل كرة أمامية على الجهة اليسرى، وصلت لمحمد أمين عمورة، يتمكن من هذه الكرة. حكم المباراة يقول خرجت إلى رمي التماس لفائدة المنتخب الجنوب افريقي الذي تمكن من معادلة النتيجة. الثلاثي إبراهيمي عوار ونبيل بن طالب يلعبون لأول مرة بشكل أساسي وليد، وهذا ربما ما يفسر الأخطاء والتباعد في الكرة في هذا الشوط الأول. وهذه المباريات أنيس هي التي تخلق الانسجام، تخلق التوازن بين المنتخب الوطني الجزائري وعناصر المنتخب. بغداد منجح. هنا ضاعت هذه الكرة على بغداد. لمصلحة العناصر الوطنية. في الوسط دائما لا يزال التعادل الإيجابي، هدف مقابل هدف بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري ومنتخب جنوب افريقيا، وبطاقة صفراء مثل ما قلت على كيكانا. العودة للخلف الآن، مداني، محمد أمين إلى الجهة اليسرى، التمرير باتجاه أيت نوري، عادت له من جديد. أيت نوري يحاول المرور، أيت نوري على الجهة اليسرى يربح المساحة. أيت نوري بجانبه ياسين إبراهيمي، وصلته في أحسن الظروف ياسين، 1 على 1. يحاول المرور ياسين، يحاول المرور ياسين، مر ياسين، والتغطية الدفاعية حاضرة إلى ركنية لمصلحة المنتخب الجزائري قبل 5 دقائق من نهاية الشوط المباراة الأول. مشاهدينا الكرام، بين المنتخب الوطني وجنوب افريقيا 1 مقابل 1. التوزيع من أيت نوري خطيرة داخل منطقة الجزاء.
الجزاء، ولكن الدفاع يتدخل، وبنزية هنا لم يتمكن على هذه الكرة، ومداني هذا لم يتمكن من هذه الكرة التي تتحول إلى رمية تماس لمصلحة منتخب الساوث أفريقيا الذي تمكن من معادلة النتيجة. هي الإعادة لتمريرة بغداد بونجاح، واليقظة والتفطن كان رائع من قبل طبعا المدافع الجنوبي أفريقي. الحديث عن سياندا غوزولو الذي تمكن من الكرة الماضية أمام الخطير والسريع محمد أمين عمورة الذي كان يبحث عن بغداد بونجاح في ظهر دفاع منتخب الأولاد، منتخب جنوب أفريقيا. رمية تماس في التنفيذ أوبري، لمسات قصيرة، محمد أمين عمورة الضغط على حامل الكرة، مخالفة يعلن عنها حكم المباراة. في وقت المدرب بيتكوفيتش طلب من بغداد بونجاح المشاركة في اللعب، لأنه وحسب ما يبدو يعني اللاعب معزول نوعا ما. فعلا، وعندما يكون اللاعب معزول أنيس هو مطالب للدخول إلى منتصف الميدان وللتحول إلى اليمين واليسار من أجل الحصول على الكرة وللخروج أيضا من الرقابة اللصيقة التي تفرض عليه. كرة في منتصف الميدان تحولت إلى الجهة اليمنى باتجاه كيكانا، العودة في المنتصف إلى تامبانغ. تيمبا جنوب افريقيا دائما الكرة تمشي بين العناصر الجنوب افريقيه، الضغط على حامل الكرة، قطعت هذه الكرة الجزائرية. بغداد بونجاح تدخل موجود واضح، الحكم يعلن عن مخالفة فعلا لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري. المنتخب الجزائري والمنتخب الجنوب افريقي التقيا ايضا في ربع نهائي كاس افريقيا للاعبين المحليين بالسودان سنة 2011، وفاز المنتخب الوطني بقيادة عبد الحق بن شيخة حينها بثنائية نظيفة سجلها عادل معيزة وحسين مترف. وليد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يعطي تعليمات للاعب راميز زروقي الذي بدأ يجري عملية الإحماء ربما لدخوله للمشاركة في الصورة. وهذا ما يفسر الخلل على مستوى وسط ميدان دفاعي. فعلا سنرى وسنتابع تغييرات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش الجديد. زروقي ربما قد يكون جديد المنتخب الوطني الجزائري. في حديث جانبي شاهدناه منذ لحظات رفقة فلاديمير بيتكوفيتش، والانطلاقة الآن سريعة، الكرة لم تخرج لمحمد أمين عمورة، ثم العرضية من محمد أمين، ولكن الكرة سهلة بين أحضان الحارس ويليامز الذي تمكن منها بعد انطلاقة هجومية سريعة لمحمد أمين عمورة. في انتظار شوط المباراة الثاني، في انتظار شوط المدربين أيضا، أي الأسماء التي ستأخذ مكانها، أي الأسماء التي ستدخل إلى أرضية الميدان. نذكر بأنه يوسف عطال، منصف بقرار، زين الدين بلعيد، أسامة بنبوط، محمد السعيد بالرحمة، فارس شايبي وحجام وقمدوسي وأيضا حاج موسى وطوكاي وزروقي متواجدين على مستوى بنك الاحتياط. وقد نشاهد هذه الأسماء في الشوط الثاني. طبعا المدرب بيتكوفيتش سيمنح الفرصة للجميع وللأسماء التي بإمكانها أن تتألق في المباراة وتحقق الانتصار، لأنه جميل عندما تتوالى الانتصارات، ولكن الأجمل طبعا استخلاص الدروس والاستفادة من المنافسين مهما كانت قيمتهم وجودة لاعبيهم فوق أرضية الميدان. يا سلام على الصور الجميلة والرائعة التي تصنعها الجماهير الجزائرية فوق مدرجات ملعب نيلسون مانديلا. الجماهير والعائلات الجزائرية التي جاءت طبعا لمساندة المنتخب الوطني الجزائري، طبعا لإعطاء ما يبحث عنه المنتخب الوطني. منتخب يبحث عن الثقة، منتخب يبحث عن التشجيع، منتخب يبحث طبعا عن المساندة إلى غاية الأنفاس الأخيرة من أجل إعادة التألق من جديد، من أجل بزوغ شمسه في كأس أفريقيا وتصفية المونديال، ولما لا في المونديال القادم. هذه الصورة وليد تؤكد على يريد بقوة أن يعود المنتخب وأن يدفع بمنتخب بلاده نحو الأمام، خاصة بعد الخيبات المتتالية في كأس أفريقيا الأخيرة وحتى الإقصاء من المونديال. نشاهد التحفيز للاعبين وحتى رغبة اللاعبين بعد تسجيل الهدف الأول وتلقي هدف التعادل في مباراة ودية تحضيرية. هذا يؤكد على نقطة واحدة، هي على أن اللاعبين يريدون رد الاعتبار لأنفسهم أولا، ثم لهذا الجمهور الذي دائما حاضر في كل المواعيد وفي كل الظروف، أمطار، شتاء،
شتاء صيف دائما الجمهور يلبي النداء وحاضر ويصنع صورة جميلة ومشرفة للجزائر. عنوانه لطالما كان يا أنيس قلبا وقالبا معكم في السراء والضراء. هكذا هي الجماهير الجزائرية التي لطالما صنعت صورا رائعة ومميزة من مختلف مدرجات، سواء كانت في ملاعب الغرب الجزائري والشرق الجزائري والوسط الجزائري. لطالما كانت الجماهير الجزائرية دائما هي الرقم واحد، والتي دائما تدفع بالمنتخب الوطني الجزائري إلى الأمام. وسنده الأول هو ياسين براهيمي، والهدف الأول للمنتخب الجزائري بنزية بشكل رائع، سجل بعد تمريرة ياسين براهيمي، استقبلها بشكل ممتاز ياسين بنزية. رغم هنا الهدف الذي جاء لمنتخب جنوب افريقيا بعد لعبة صراحة كانت جميلة ورائعة، سجلت من قبل اللاعب الرقم 11 الحديث عن تيمبا سوانيي. بدل ضائع محمد أمين عمورة. بينما هذا مدرب منتخب جنوب افريقيا هوغو بروس الذي سبق له العمل في الجزائر مع شبيبة القبائل، قلت ونصر حسين المنتخب الجزائري في مناسبتين مع الكاميرون، وكان ذلك سنة 2016 وسنة 2017. مناسبة كانت تصفيات كأس العالم، تعادل في البليدة بهدف مقابل هدف واحد، وفاز منتخب الكاميرون هنالك في الكاميرون بثنائية دون مقابل. العلم العزيز والعلم الجميل، العلم الفلسطيني دائما مع الشعب الفلسطيني في قضيته، فصبرا جميلا يا فلسطين الغالية. وهنا المخالفة مع عمورة الذي اصطدم بحكم المباراة في اللقطة الماضية فعلا مع الحكم التونسي أمير لوصيف. إن شاء الله سلامات لمحمد أمين عمورة. ودقيقتان أضاف المباراة في الشوط الأول هذا مشاهدينا الكرام، الذي صراحة استمتعنا به من خلال الرتم المرتفع بين الفينة والأخرى، خاصة في آخر ربع ساعة من المباراة. وأمامك أنيس بيتكوفيتش دائما في حديث مع زروقي، فعلا يعطي له التعليمات، وربما سيكون أساسي حتى قبل نهاية الشوط الأول. قد يدخل إذن اللاعب زروقي قبل نهاية الشوط المباراة الأول، سنرى وسنتابع. ومحمد أمين عمورة يبدو أنه عاد من جديد الحمد لله، سلامات. إصابة طفيفة لمحمد أمين عمورة ابن جيجل، وهذا قندوسي الظاهر في الصورة، إضافة قوية وكبيرة أيضا للمنتخب الوطني الجزائري. وبيتكوفيتش بعدما اطمأن على سلامة عمورة يطلب من رامي الزروقي بالتريث. انتظر قليلا يا زروقي، سوف أدخلك، هكذا يقول بيتكوفيتش إلى أجواء هذه المباراة، وأعطاه طبعا التعليمات اللازمة قبل دخوله، تمركزه وتموقعه فوق أرضية الميدان. هذا عمل المدرب طبعا بيتكوفيتش بخصوص رامي الزروقي. رمية تماس إذن للمنتخب الوطني الجزائري. رايان ايت نوري إلى نبيل بن طالب، عيسى مندي، العودة للخلف مصطفى زغبة، إلى الجانب الأيسر مداني محمد أمين، يخرج مداني، حذاري من الثقة الزائدة يا مداني في اللقطة والكرة الماضية، ضاعت الكرة. لعب شوط رائع جدا محمد أمين مداني صراحة في هذه المباراة، فحذاري فقط من المجازفة خاصة في هذه المناطق أمام سرعة عناصر المنتخب الجنوبي افريقي، خاصة في اتخاذ القرار. كرة على الجهة اليسرى، أبوليس، مباراة أولى له محمد أمين مداني رفقة المنتخب الوطني الجزائري. محمد أمين عمورة إذا يعود إلى أجواء المباراة، سليم معافى الحمد لله، ورامي الزروقي يستمر في التحضير رفقة قندوسي وبعض الأسماء التي قد نراها في شوط المباراة الثاني في صفوف المنتخب الجزائري. ويليامز يرسل كرة أمامية، مداني في التغطية بشكل رائع ومميز، ثم العودة للحارس مصطفى زغبة من أمام المهاجم المزعج والمقلق راينرز في صفوف منتخب جنوب افريقيا. كرة أمامية، نبيل بن طالب، رايان ايت نوري، مدني، خرجت الكرة بشكل رائع بين العناصر الوطنية. التمريرات القصيرة الجنوب افريقية دائما، تيو ماكوانا على الجهة اليمنى، الانطلاقة سريعة لتيم بازواني، حذاري من الاختلالات الدفاعية، فرصة وإمكانية تسديدة قوي
الثانية. في منتهى الروعة، في منتهى الروعة هدف تيم بازواني صراحة في اللقطة والكرة الماضية للمنتخب الجنوب افريقي. صراحة قلنا بأنه منتخب قوي وقلنا بأنه منتخب متمرس، سنستفيد منه كثيرا بشكل رائع. مر الخطير والسريع تيم بازواني، مراوغة باليمنى سقف المرمى معلنا عن تقدم منتخب جنوب افريقيا بالهدف الثاني. هكذا كانت التمريرة في العمق، مراوغة بشكل رائع امام مدني، التسديدة قوية وقوية 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 جدا، لا تصد ولا ترد، هذه في اصعب الزوايا بل في سقف المرمى. هدفان مقابل هدف واحد الان لمصلحة منتخب جنوب افريقيا قبل دقائق قليلة عن نهاية الفصل الأول والشوط الأول من هذه المباراة. هدف ثاني ربما كشف الورشة المنتظرة للناخب الوطني بيتكوفيتش على مستوى وسط ميدان الدفاع وخاصة على مستوى محور الدفاع. وليد هدفين بأخطاء ساذجة دفاعية، يعني مباراة مهمة جدا ومباراة ستكشف النقاط السلبية التي وجب تصحيحها في الشوط الثاني ومع المباريات الرسمية المنتظرة. وهذا لهذا الأمر المباريات الودية لاكتشاف الأخطاء لتجريب اللاعبين، وهذا ما نتمنى. كان في هذا الشوط الأول تحت أنظار طبعا بيتكوفيتش الذي يراقب كل صغيرة وكبيرة، وسيقوم ببعض التغييرات في الشوط الثاني حتى نرى صورة مغايرة ووجها آخر للمنتخب الوطني الجزائري مثل ما تابعناه في المباراة الماضية أمام منتخب بوليفيا. اليوم نحن نجابه ثالث الترتيب في بطولة كأس افريقيا الأخيرة منتخب جنوب افريقيا، فبالتالي سيكون اختبار قوي جدا بالنسبة لعناصرنا الوطنية، وسنشاهد وجه آخر ربما مغاير للأسماء الوطنية في الشوط الثاني مع بعض التغييرات. اللحظة مشاهدينا الكرام متابعين أينما كنتم حيثما تواجدتم، يعلن حكم المباراة التونسي أمير نصيف نهاية مجريات شوط المباراة الأول بتقدم منتخب جنوب افريقيا بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما تقدم المنتخب الجزائري بهدف السبق بواسطة بنزية. منتخب جنوب افريقيا طبعا يعود الى اجواء المباراة، يعادل ويسجل ثاني الاهداف. فالان مشاهدينا الكرام مباشرة نتحول للزميل بلال بوزيدي ومعه محللي التلفزيون الجزائري من اجل التحليل على وقائع شوط المباراة الاول بعد الفواصل الاشهارية. تفضل. أول حتى استطاع المنتخب أنه يرجع في المباراة ليس عن طريق الهدف ولكن
يوجد معالمه في اللعب. منتخب جنوب افريقيا مارس ضغطا رهيبا على ضغط عالي، وبالضبط في الدقيقه 90 العالي المتقدم الدقيقه 19 من الفريق الجزائري غير نوعا ما السيستم. لما اللاعب بنزيه دخل البوكس اصبح 4-4-2، يعني بنزيه قرب للاعب ونجاح ابراهيمي واللاعب عمور على الاطراف. ولكن الاشكال هنا ما نساوش انه الفريق الجنوب الافريقي فريق قوي، فريق يعني متناسق، فريق متكامل. يعني طريقه لعبه هي يعني وضحت اليوم اللعب الجماعي هذا مهم جدا، لو جو كوليكتيف ديالو، عنده الاستحواذ على الكره، عنده وسط ميدان او الجهاز الفقري اللي يبدا بويليامز الحارس هذا الممتاز. ويليامز في خروج الكره دائما هو كسند، يخرج خارج منطقه يمنح التفوق العددي، يكون التفوق العددي اثناء خروج الكره. كذلك موكوينا واللاعب موناري وسط الميدان، زواني الاطراف، عندهم الظهيرين موديبا وكيكاني، يعني يشاركوا داخل يعني الملعب ويشاركوا خارج الملعب عن طريق موديبا واللاعب كيكاني. المثلثات الشيء المهم جدا هو اللعب اون موفمون، لو جو موفمون دي تريونغ تاعو، حامل الكره عنده دائما الحلول، عنده وهذا الهدف الاول اللي نشوفوه شوقي. الهدف مثل ما قلت انت لما بنزيه تقدم الى شوف كان تفوق العددي خاصه يعني في وسط الميدان لصالح الفريق الافريقي، لكن لما غير اصبحنا نلعبوا ب4-4-2. استخلاص الكره الفريق الجزائري يعني استخلص الكره وراح بمرتدات. نقطه قوتنا لما ذهبنا بالمرتدات لقينا ابراهيم اللي كان سريع، التمريره هذيك اللي بنزيه سجل الهدف. لو كان تعاود تشوف مليح اللقطه كنا سوبيريوريتي نيميريك في حاله التحول، هما عطلوا شويه. تفضل امين. لاحظنا بانه نشوفوا هاي لقطه الهدف مع بعض، تمريره ياسين الى بنزيه مثل ما قال شوقي. لما غيرنا طريقه اللعب بعد الربع ساعه الاول اللي كان صعب كثير، ولاحظنا ايضا ربما عندي ملاحظه اللي كانت تشاطروني فيها، نقطه قوه منتخب جنوب افريقيا يلعب كثير على الرواق اللي نقولوا احنا الرواق الايسر بالنسبه لنا والرواق الايمن بالنسبه لهم، اللي كانت كل الكرات الخطيره وحتى الاهداف جات من هذا الرواق. بلا لو نشوفوا الهدف اللي سجلوه منتخبنا الوطني مرتده، بعد ما كان المنتخب جنوب افريقيا هاجم ب5 مهاجمين، يعني دائما ضغطه يضغط ب5 مهاجمين، يهاجم ب5 مهاجمين، دائما عنده ذلك التفوق ربما العددي. لكن مرتده سجلنا عليها، حتى في تسجيل الهدف كنا 5 ضد 5. تكلمت على الجهه اليسرى اللي هي جهه ايت نوري، استغلها المنتخب جنوب افريقيا 45%. نعم. يعني هاجم من الجهه اليسرى اكثر من جهه هي لم تكن نقطه ضعفنا ولكن نقطه قوتها، هي الجهه اليمنى للمنتخب جنوب افريقيا واليسرى لنا. استغلها كثيرا المنتخب جنوب افريقيا خاصه. سؤال لماذا؟ هل لانه ايت نوري دفاعيا ليست نقطة قوته؟ نعرفوا ايت نوري يصعد كثير ويشارك كثير في الهجمات مع المنتخب، حتى أنه المساندة من طرف لاعبي الوسط ما كانتش في المساندة. نكونوا واقعيين. نعم. ايت نوري حتى مع فريقه لما يلعب في البطولة الإنجليزية يلعب كإكسونتري غوش، ما يلعبش كمدافع أيسر حقيقي. يعني من جانب الدفاع ليس بذلك المدافع اللي ربما أنا 1 ضد 1 راح يكون 100% عنده نجاح في الدفاع. لهذا أنا بالنسبة لي اللعب بالمثلثات واللعب في ظهره هو اللي ربما استغلوا كثيرا جنوب افريقيا. ما ننساوش بان منتخب جنوب افريقيا ليست نفس التشكيله اللي لعبت ضد اورندا اوندورا. هذا منتخب ربما بالنسبه لي لعب يعني بكامل تعداد. وفيه 5 لاعبين من فريق سان داونز، يعني من جانب الانسجام كل شيء ربما انا بالنسبه لي منتخب جنوب افريقيا. لهذا لو نشوفوا طريقه اللعب، مرحله البناء ثم مرحله التدرج ثم مرحله الانهاء، هي متساويه حتى في خطوط الثلاثه. خلينا نشوفوا ستول يعطينا هدف تعديل بالنسبه لمنتخب جنوب افريقيا، لانه في حديث كثير عن محور الدفاع شوقي. في كل مره نجد ما نتكلم عنه فيما يخص محور دفاع المنتخب. ربما انتم كفنيين تقدروا تعطونا قراءه سليمه لهذه اللقطه. شوف هنا الهدف هذا هو بعد تسجيل الفريق الجزائري. كان بعيد
نعم ممكن، لكن استخلاص الكره هنا كانت خطا بالنسبه هما يديروا ضغط عالي جدا. الو احنا باش نخرجوا بالكرات عندنا مشاكل، يكونوا دائما متفوقين عدديا. عدد اللاعبين تاع افريقيا الجنوبيه اكثر من عدد اللاعبين، مما اضطر يعني اللاعب يمر تمريره الابراهيمي، لما مروا له التمرير كان دون لاكس الاخر جا هنا كان بظهره اداها. نعم اداها له. من المفروض لاستخلاص الكره والهجوم يعني بطريقه سريعه جدا. نشوفوا هنا اذا كان عندي ملاحظه فقط بسيطه. نعم. شوف تفوق موقع حتى ايت نوري، شوف يعني حتى هو متاخر بعيد. نعم. لا هي بلال، هي لو نشوفوا نعاودوا نولوا للوراء، هنا لو تشوف عدد لاعبين منتخب جنوب افريقيا اكثر من كان تفوق عددي كبير. هنا انا بالنسبه لي ماندي ربما بعد ما كان في مرحله البناء اراد ان يجعل الكره لعبت سريعه، يعني استرجعوها كان الترويض ربما الضغط العالي اللي يتكلم عليه شوف اللي قام به جنوب افريقيا، عرف كيفاش يسترجع الكره ويذهب مباشره للهجوم. لان هنا تشوف لما تكون 3 مهاجمين ضد واحد مدافع، شوف هنا لان مع الدخول مدني هنا ستور فضل انه يعطينا هذا التصوير. هنا 3-2 زائد المهاجم اللي راه حتى اينوري بعيد. نعم. لماذا؟ لانه الكره كانت عندنا في حال يعني الاطراف كانوا صاعدين، كنا حالين باش نخرجوا بالكره، ولكن التمريره هذيك اللي لعبوها لاباس فيرتيكال دون لاكس ابراهيم يحب يكونترولي يدور بها. لهنا في البريسينغ اداها له. ما عندهمش الوقت المدافعين الجزائريين باش يولوا، وراحوا بسرعه كبيره عليهم. لا حتى في مرحله البناء، هنا في مرحله البناء انا بالنسبه لي التقدم ايت نوري وكذلك جيتون لازم يكونوا متقدمين، لان راح يكون واحد من وسط ميدان دفاعي هو اللي راح يدخل بين الاثنين محوريين. الفكره مفهومه وواضحه، ولكن سؤال اخر، لماذا نبني على ابراهيمي وما نبنيش على عوار وبن طالب؟ لانهم هما من المفروض يكونوا اقرب لخط الدفاع. شوف الفرق هنا في وسط، لانه من المنطق موندي يلعب الى عوار او بن طالب. نعم. يعني هذا هو الخط القريب. لماذا نلعب الى ابراهيمي؟ هنا سؤال، هل كان فيه تباعد في الخطوط في الشوط الاول؟ لا هنا دقيقه اسمح لي، هذا سؤال. لا هنا لو نعودوا للوراء، شوف تمركز بن طالب اين كان. بن طالب كان في الجهه اليمنى وماندي كان في محور الدفاع ومداني كان في الجهه اليسرى. لهذا خلانا نشوف ابراهيمي هو اللي يخرج او عوار كان في ظهر ابراهيمي. يعني في مرحله البناء كنا نستغل احنا بن طالب في الجهه اليمنى ومداني في الجهه اليسرى وماندي. هي من الاحسن نبني على بن طالب. لا هي من الاحسن لو كان ماندي في الجهه اليمنى ومداني في الجهه اليسرى وبن طالب هو في محور، ثم يكون عوار. هنا شوف هنا تمركز بن طالب. عوار بعيد على الجهه. عوار هو انا بالنسبه لي ما كانش في انسجام بين بن طالب وعوار، ولهذا لانه لو تشوف هنا شوف تمركز بن طالب هو في الجهه اليمنى ويطالب، لو نعودوا يطالب في جيتون باش يصعد. هنا انا بالنسبه لي ماندي لما مرر لابراهيمي، لو ابراهيمي اعطى لبن طالب راح يكون فيه ربما ربح للمساحه، هو اللي خلانا سامح لي امين. لما قلت تباعد على الخطوط ليس فقط في لقطه الهدف، لاحظنا في الكثير من المرات الخط اللي موجود فيه بن طالب وعوار دائما بعيد عن الدفاع. شوف نعطيك اثناء الخروج بالكره لاعب مثل عوار، لاعب مثل بن طالب راح نقول امين يحضر نفسه حتى يعطينا طريقه. عندهم الحركه باش يطلبوا الكره، لا بوزيسيون تاعهم تكون في لي طرواكار في دقيقتين. نعم في لي طرواكار، يعني يشوف الخصم باش يدبم دي الكره ويلعب. العكس هما عندهم الفريق افريقيا الجنوبيه الوسط الميدان تاعهم يعرفوا يخرجوا بالكره. شوفوا الهدف المرمى يكون سند. احنا زغبه ما شفناش كسند، شفنا بن طالب يرجع يولوا بثلاثه هنا، وهم العدد دائما متفوقين عدديا. اعطينا الهدف الثاني ستور من فضلك. يلا رشيد. نعم شكرا رشيد ميكيداش. يلا نشوفوا حتى الهدف الثاني. هنا التمريره هنا على الجهه اليمنى، التمريره في نصف انصاف المساحات فوق رؤوس المدافعين، والمهاره تاع اللاعب استغلال جيد. هو طلب الكره عن طريق الجري داخل انصاف المساحات وتفوق يعني في المراوغه 1 ضد 1 وتسديده رائعه. المهارات التقنيه للاعبين افريقيا الجنوبيه عاليه جدا، وهذه يستعملوها للجماعه.
وهذه رسالة واضحة نعم. شوقي، لأن هذا المنتخب لم يصل إلى نصف نهائي كأس إفريقيا محض صدفة. هذا هو المردود اللي خلاه يوصل إلى ذلك المستوى. تفضل أمين بالصغير، تعطينا طريقة لعب المنتخب خلال الشوط الأول، وربما نشوفوا هل ممكن نغيره في الشوط الثاني. تفضل. بلال، هي في البداية احنا لعبنا بالرباعي الدفاع اللي تعود اللي دخل في البدايه جيطون وكذلك ايت نوري مداني وكذلك ماندي. مداني اللي يلعب من الجهه اليمنى وماندي من الجهه في دقيقه. هي بلال المشكل اللي كان احنا عندنا كان بين هذا هنا اللي كان الاشكال في البدايه، الانسجام اللي ما كانش عندنا بين هذا ثلاثي الوسط الميدان خلانا له. صح حقا احنا ابراهيمي لما شفناه شفناه ربما كان اكثر اللامركزيه هو وكذلك بنزيه وعموره كان يغيروا بيناتهم الاخر، لكن هذه النقطه اللي خلات المنتخب جنوب افريقيا يستغل وسط الميدان ويهاجم. نتمنى ان شاء الله تصحح في الشوط الثاني ان شاء الله. خلي بعد المباراه تكون ربما نشوفوا تغييرات افضل، ربما نقدروا نبنيو عليها تحليل المباراه. اذا مشاهدينا الكرام ننتقل مباشره الى ملعب نيلسون مانديلا وتعليق على الشوط التالي مع الزميل وليد فرحاني. على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم حيثما تواجدتم سلام الله عليكم. شكرا للزميل بلال بوزيدي ولمحللي التلفزيون الجزائري على التحليل الكامل والشامل لمجريات شوط المباراة الأول الذي تركناه ينتهي لمصلحة المنتخب الضيف منتخب جنوب افريقيا مع تغييران دفعة واحدة لقندوسي ورامي الزروقي إلى أرضية الميدان. مساء الخير مرة ثانية أنيس مزيان متواجد في قلب ملعب نيلسون مانديلا. مساء الخير وليد وبالمشاهدين الكرام. إذن تغييران بخروج نبيل بن طالب ودخول رامي الزروقي، وتغيير بخروج محمد الأمين عمورة متأثرا بالإصابة، ودخول إذن اللاعب قندوسي لاعب نادي كليوباترا المصري. قندوسي إذن ورامي الزروقي جديد المنتخب الجزائري والمدرب بيتكوفيتش في هذا الشوط الثاني الذي نتمناه أن يكون مغايرا بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري، خاصة على الصعيد الهجومي أمام المنتخب الجنوب افريقي القوي جدا مثل ما تحدث زملائنا محللي التلفزيون الجزائري طبعا على مجريات شوط المباراة الأول. الشوط الثاني كيف سيكون، ماذا قال بروس لأشباله وماذا قال أيضا بيتكوفيتش لعناصر المنتخب الجزائري في غرف حفظ الملابس في هذا الشوط الثاني بين الجزائر وجنوب افريقيا في السلسلة الودية للفيفا سيريز. كرة في منتصف الميدان، تغييران على مستوى منتصف الميدان، واحد اضطراري بخروج محمد أمين عمورة ودخول إذن قندوسي الذي سيلعب متقدما من دون شك، ودخول رامي الزروقي أيضا في مكان نبيل بن طالب في انتظار تغييرات أخرى للناخب الوطني بيتكوفيتش فيما تبقى من زمن هذا الشوط الثاني من المباراة. كرة وصلت على الجهة اليمنى لجيطون، العودة للخلف لعيسى ماندي، على الجهة اليسرى مدني محمد أمين،
لرامي الزروقي في منتصف الميدان، بجانبه عيسى مندي. العودة للخلف لمدني مرة أخرى إلى ياسين براهيمي على الجهة اليسرى. القائد ياسين بجانب آيت نوري، رايان آيت نوري. العودة إلى الخلف باتجاه عيسى مندي. بنزية الذي دون هدف الوحيد للمنتخب الوطني الجزائري هو هدفه الثالث رفقة الخضر، هدف أمام السيشل وهدف أمام بوليفيا وهدف اليوم أيضا أمام منتخب جنوب إفريقيا هو الثالث له رفقة المنتخب الوطني الجزائري. جيطون يصعد إلى الأمام للضغط على حامل الكرة، خروج رائع لعناصر جنوب إفريقيا، قطعت الكرة، العودة إلى الخلف. رامي الزروقي أدخله المدرب لمنح التوازن في منتصف الميدان من أجل خلق الكثافة في خط الوسط للفوز بالثنائيات وخاصة بالكرة الثانية. ياسين براهيمي لمسة قصيرة باتجاه قندوسي، واحدة باتجاه الآن آيت نوري، ثم العرضية داخل منطقة الجزاء. هذا قندوسي خطير يحضر صعبة للمنتخب الجزائري، والدفاع يتدخل بشكل رائع، ثم الخروج راوغك بشكل رائع بطيء من هناك. عيسى مندي حذر الانطلاقة السريعة لفائدة المنتخب الجنوب افريقي على الجهة اليمنى. المرور من مابايلا يحضر على الجهة اليسرى، فرصة وإمكانية جنوب افريقية وتغطية دفاعية حاضرة من قبل العناصر الوطنية إلى رمي التماس. يقول حكم المباراة لمصلحة المنتخب الجزائري. وليد، اللاعب حسام عوار بعدما لم يوفق في منصب وسط ميدان استرجاعي غير المنصب وهو الآن يلعب في وسط ميدان هجومي في التنشيط رفقة ياسين براهيمي، مع تكليف المهام لرامي الزروقي وكذا قندوسي بوسط ميدان دفاعي وإخراج الكرة من الدفاع. وهو المنصب الذي يحبذه ويفضله أنيس، هو مركز صانع لعب. حديث عن حسام عوار في انتظار الإضافة القوية التي قد يقدمها في هذا الشوط الثاني. عيسى مندي، كرة أمامية لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري. جيطون التحضير في منتصف الميدان، طلب الكرة من قبل حسام عوار الذي يتقدم أكثر إلى الهجوم الآن. جزائرية لمدني محمد أمين، بجانبه في منتصف الميدان رامي الزروقي الآن يبحث عن زميل متحرر. رامي الزروقي إلى الجهة اليسرى، وصلت إلى آيت نوري بجانب إبراهيمي، ينطلق آيت نوري. آيت نوري يحاول المرور الآن. آيت نوري دائما على الجهة اليسرى، التوزيع رائعة خطير على مستوى القائمة الثاني، فرصة وإمكانية للمنتخب الجزائري بواسطة قندوسي. التحضير، التسديدة قوية، ولكن الحارس ويليامز في المكان المناسب في أول محاولة للعناصر الوطنية. طبعا في هذا الشوط الثاني تحت أنظار بيتكوفيتش الذي يتفاعل مع كل كرة ومع كل لقطة في هذه المباراة، يدرك جيدا أهمية الانتصار والفوز وتقديم أداء مميز في ثاني خرج له رفقة المنتخب الوطني. كرة جنوب افريقية بالعقب بشكل رائع، انطلاقاتهم سريعة وفرصة وإمكانية الآن البحث عن راينرز، 1-2 بالشكل رائع. الآن مدني يتفوق، عادت جنوب افريقيا الكرة الثانية حذاري، وصلت إلى الجهة اليمنى إلى يوجه كيكانا، وفرصة لمنتخب جنوب افريقيا. وآيت نوري في المكان المناسب، يتدخل ياسين براهيمي، ينطلق الآن ياسين في محاولة لعكس الهجوم بالنسبة للمنتخب الجزائري، يرسل كرة أمامية، تسلل واضح على بغداد بونجاح، والكرة يتركها بغداد للحارس رونوان ويليامز في انطلاقة سريعة جدا للشوط الثاني. وفعلا هنا بغداد بونجاح وقع في مصيدة التسلل، قال أنه تأخرت في التمرير لياسين براهيمي، بينما التسديدة هنا جاءت من جيطون والحارس كان في المكان المناسب. عادت إلى ويليامز، شوط ثاني سيكون مثير من دون شك، لا زال ربما سنشاهد أهداف أخرى نتمنى أن تكون للمنتخب الوطني. كرة جنوب إفريقية باتجاه أوسوين أوبوليس على الجهة اليسرى لفائدة المنتخب الجنوب إفريقي. أوسوين يسدد، صعبة ولا زالت داخل منطقة الجزاء، حذر من الكرة الثانية. يا عيسى مندي، التحضير لأوبريمو ديبا، العودة إلى الخلف. أوبوليس مرة أخرى، ماديبا، تمريرات قصيرة كالعادة مع موكونا لفائدة منتخب جنوب افريقيا. لمسات رائعة للمنتخب الجنوب افريقي قصيرة كالعادة بلغة الأكاديمية، والتسديدة القوية ولكنها مرت وتحولت إلى ركلة مرمى لفائدة المنتخب الوطني الجزائري.
المنتخب الوطني مشاهدينا الكرام الذي لم ينهزم في مباراة ودية ضد منتخب إفريقي منذ جوان 2018 حين سقط على يد منتخب الرأس الأخضر بملعب 5 جويليا. يلعب بعد ذلك 19 مباراة ودية كاملة ضد منتخبات إفريقيا لم ينهزم فيها أبدا، منها مباراة ضد المنتخب المحلي للطوغو قبل الكان الأخير. كرة جزائرية في الخط الخلفي، رامز دروقي في بناء الهجمة، عيسى مندي يبحث عن الزميل المتحرر، يأتيه ياسين براهيمي في منتصف الميدان، ثم التمريرة البينية من ياسين، قراءة دفاعية حاضرة، البحث عن جيطون، كرة جنوب افريقية، الضغط على حمل الكرة بشكل رائع من قبل العناصر الوطنية والتغطية حاضرة. مخالفة يعلن عنها حكم المباراة لمصلحة عناصر لمنتخب جنوب افريقيا. فعلا وليد، كيف لا يكون التناسق واغلب لاعبي منتخب جنوب افريقيا ينشطون لماميلودي سان داونز وكذا نادي اورلاندو بيريتس. الفريقان الجنوب افريقيان المعروفان بتطبيق الكرة السريعة، بينما قطعت هذه فرصة بغداد وحده، فرصة لإبراهيمي في الشباك في الشباك في الشباك. الغزال الأسمر يعود لمعانقة الشباك من جديد، يعود للتألق من جديد بعد تمريرة حاسمة. ياسين إبراهيمي يسجل هذه المرة ويدون هدف التعادل للمنتخب الوطني الجزائري بشكل رائع ومميز في غفلة دفاعية جنوب افريقية يستغلها المنتخب الجزائري، ويجد إبراهيمي المساحة اللازمة للتسجيل بعد تمريرة حاسمة من قبل من قبل بنزية، يسجل ويحضر، والانطلاقة سريعة لإبراهيمي، فرصة وإمكانية أخرى. بغداد بنجاح وجه ثاني في الشوط الثاني، التوزيع من بنجاح مرت وتحولت إلى ركلة مرمى. بنزية مسجل وممرر حاسم، ياسين إبراهيمي مسجل وممرر حاسم في هذه المباراة الصعبة ولكنها رائعة للمنتخب الوطني الجزائري بردة فعل واضحة في الشوط الثاني، وهدف مبكر سيعطينا الكثير والكثير والكثير في هذه المباراة يا أنيس مزيان. هدف جميل جدا، ياسين بنزية أكرم مرة أخرى ياسين إبراهيمي الذي أكرمه في لقطة الهدف الأول. مباراة للتاريخ لبنزية وليد، للتاريخ فعلا. التعداد الحالي نذكر مشاهدينا الكرام 3 لاعبين فقط تجاوزوا حاجز 50 مباراة دولية، عيسى مندي 93 مباراة، بغداد بنجاح 62 مباراة، ومسجل هدف التعادل ياسين إبراهيمي 61 مباراة. الانطلاقة من كيتون عرضية باتجاه بنجاح، والأقرب هنا الحارس ويليامز من أمام قلب الهجوم نادي السد القطري. بغداد بنجاح الذي كان ينتظر الانقضاض على هذه الكرة لتدوين ثالث أهداف المنتخب الوطني في هذه المباراة. جزائرية الكرة وسط الأهازيج والصيحات للجماهير الجزائرية التي لم تتوقف عن المساندة في هذه المباراة مثل ما عودتنا. طبعا في وقت ينادى على منصف بكرار وليد، ربما وبنسبة كبيرة مكان بغداد بنجاح. منصف بكرار اللاعب السابق للونتونت النسر الأسود الصيفي الذي ينشط في الدوري الأمريكي، منتظر منه الكثير هذا اللاعب، ستمنح له الفرصة، شأنه شأن جل اللاعبين من أجل التألق وفرض الذات رفقة المنتخب الوطني الجزائري. كرة أمامية باتجاه بغداد بنجاح، قراءة دفاعية حاضرة من قلب الدفاع رقم 5 سياندا غوزولو. كرة أمامية لمصلحة المنتخب الجزائري، حسام عوار في الصراع، التفوق لبغداد بنجاح بجانبك ياسين إبراهيمي. بغداد يعتمد على نفسه على الجهة اليسرى، يهدئ ثم إلى إبراهيمي، لمسة قصيرة فنية مع حسام عوار، آية نوري، عوار من جديد يبدع المنتخب الجزائري في الشوط الثاني، لمسات قصيرة هذا هو المطلوب من أجل الثقة ومن أجل التحكم في الكرة وحرمان المنتخب الجنوب الإفريقي منها، ولكنها تحولت إلى رمي التماس يقول حكم المباراة لفائدة منتخب جنوب افريقيا. هاي الجماهير الجزائرية، أقمصة الأندية الجزائرية بمختلفها ألوانها حاضرة في المدرجات. إبراهيمي القائد يعادل النتيجة
بعد تمريرة رائعة من ياسين بنزية جاءت في التوقيت المثالي لياسين إبراهيمي الذي تمكن من معادلة الكفة والنتيجة. رايان أيت نوري على الجهة اليسرى، حسام عوار لمسة بالكعب بشكل رائع إلى أيت نوري، مر بشكل ممتاز أيت نوري يحاول. يا سلام يا سلام يا سلام على طريقة عصاد المراوغة الفنية الماضية من الرائع أيت نوري، والجماهير الجزائرية تعشق هذا. يا سلام يا سلام، والله لقطة لو أعدناها في الكثير من المرات يا مخرجنا رضوان حاج حمد لم نمل منها. هذه الطريقة الجميلة ومعها جسر صغير أيضا من أيت نوري. حتى اللاعبين فوق في غرف طبعا البدلاء طبعا المنتخب الجزائري استمتعوا مع هذه اللقطة، ردة فعلهم كانت رائعة، استمتعوا مع هذه اللقطة الجميلة والمميزة التي كانت من قبل الظهير الأيسر رايان أيت نوري في اللقطة الماضية. نجم نادي الولفز وولفرهامبتون هنالك في البطولة الإنجليزية. سقوط لاعب منتخب جنوب أفريقيا فوق أرضية الميدان. تامبانغ موناري نتمنوا له السلامة إن شاء الله. وبغداد بنجاح في حديث جانبي مع حكم المباراة السيد أمير لوصيفة، والتدخل بالظهر سقط فوق أرضية الميدان. نتمنوا له إن شاء الله السلامة لاعب الجنوب أفريقي تامبانغ وليد. بعد مرور 58 دقيقة. نعم أنيس، توقعي كان صحيح، وبكرار سيكون بديل لبغداد بنجاح. فعلا أنيس، منصف بكرار جديد المنتخب الوطني الجزائري، واحد من المهاجمين المميزين، يتوقع لهم التألق رفقة المنتخب الوطني الجزائري. منصف بكرار إذن في مكان بغداد بنجاح، التغيير الجديد لمصلحة المنتخب الجزائري. يتلقى تصفيقات من المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. فعلا التشجيع والتصفيق لبكرار الذي سيدخل، ولبغداد بنجاح الذي غادر أرضية الميدان. بغداد الذي كان متألقا رفقة المنتخب الجزائري في الكان الأخير رغم الخروج المبكر، إلا أن بغداد بنجاح سجل في المباراة الافتتاحية وسجل في المباراة الثانية أمام منتخب أنغولا وأمام منتخب بوركينا فاسو. أتمنى أن يبقى على هذا الريتم وعلى هذا الإيقاع والتوهج الهجومي حتى تكون لديه منافسة رفقة إسلام سليماني على هداف المنتخب الجزائري، وحتى يمنحنا الثقة اللازمة التي نبحث عنها والإنهاء المثالي على مستوى خط الهجوم. الضغط رائع، هكذا نريدكم. الضغط على حامل الكرة الآن حسام عوار يحاول المرور. الكرة الثانية لمصلحة بكرار، تدخل واضح 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 على بكرار، وحكم المباراة قريب يعلن عن وجود المخالفة. عندما رفعنا الريتم أكثر، عندما ضغطنا على مدافعي منتخب جنوب إفريقيا أكثر في منطقتهم، أصبحت الأخطاء واضحة يا أنيس. فعلا وليد، وهذا ما طلبه المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، الضغط المتقدم من لاعبي المنتخب الجزائري على لاعبي منتخب جنوب افريقيا، لانه نقطة قوة منتخب جنوب افريقيا هي بناء اللاعب، ويعني المنتخب الجزائري يريد ان يحرم منتخب جنوب افريقيا من هذه النقطة. لو بريسينغو، الضغط المتقدم مهم جدا بالنسبة للمنتخبات والفرق الباحثة، ولكن هذا الأمر أيضا يتطلب طبعا الجانب البدني أنه يكون مرتفع كثيرا حتى تصمد أكثر وحتى تضغط على المدافعين وتجبرهم على الوقوع في المحظور والوقوع في الأخطاء. ياسين إبراهيمي يستعد لتنفيذ هذه المخالفة المباشرة، والكرة الثابتة لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري مع صعود جل اللاعبين طوال القامة. رفعت خطيرة على مستوى القائمة الأول، ولكن الدفاع الجنوب افريقي يخرج هذه الكرة. ياسين دار به بشكل رائع وانطلق على الجهة اليسرى، ربح المساحة ياسين، عرضية رائعة، كانت أرضية على مستوى منطقة الجزاء وعلى مستوى
تنفيذ ركلة الجزاء، في نقطة تنفيذ ركلة الجزاء، لأن كل المدافعين شاهدوا في هذه اللقطة، مشاو للقائم الأول ومشاو للحارس. براهيمي كان ذكيا هنا، وبقرار انتظر الكرة الثانية، ولكن دفاع جنوب افريقيا بواسطة نيكيو موبي اخرج هذه الكرة لركلة ركنية جديدة في تنفيذها. بنزية أرضية مع عيد نوري، سيعيد الكرة لبنزية، وصلته بنزية، عرضية بنزية، المتابعة هنا بالراس من قبل حسام عوار، ولكنها لمصلحة العناصر الجنوب افريقية. الخروج بالكرة تتحول من جديد إلى رامز زروقي، حتى تغييرات بيتكوفيتش بإقحام قندوسي وكذلك زروقي في منتصف الميدان أعطت الحل وأعطت الكثافة وأعطت التوازن بالنسبة للمنتخب الجزائري الذي أصبح هو المسيطر والمهيمن على هذه المباراة والمتحكم بالكرة. كرة في الوسط، رامز زروقي في منتصف الميدان، التمريرة البينية من قندوسي باتجاه بقرار، تغطية دفاعية حاضرة، لمسة مميزة لبقرار داخل منطقة الجزاء، الكرة بالرأس، صراع كبير في منتصف أو في منطقة منتخب جنوب افريقيا. تخرج الكرة جنوب افريقية إلى الجهة اليمنى ثم لبعد مباشرة إلى الأمام. مدني في التغطية الدفاعية أمام المزعج والخطير راينرز. سيكون صراع كبير طبعا في هذه اللحظات. تغييران دفعة واحدة في صفوف منتخب جنوب افريقيا الذي يبحث ايضا عن ضخ دماء جديده. انيس فعلا بخروج اوسوين ابوليس اللاعب رقم 7 ودخول اللاعب رقم 17 الياس موكوينا، وكذا خروج اللاعب رقم 15 سامبانك موناري، ويدخل اللاعب رقم 12 جرانت مارغمان. هذه هي التغييرات. يا سلام عليك يا بنزية، تلعب مباراة رائعة اليوم. بنزية على الجهة اليمنى، وصلته الكرة والتوزيع بشكل مباشر هنا، تقلق وتسرع فيها قليلا ياسين بنزية، لكن حضوره فوق أرضية الميدان مميز صراحة. ياسين بنزية صاحب هدف وتمريرة حاسمة، إضافة إلى طلب الكرة في عمق دفاع منتخب جنوب افريقيا، تمركزه فوق أرضية الميدان، سرعته في اتخاذ القرارات أيضا صراحة كان مميز ورائع ياسين بنزية في هذه المباراة. التغييرات إذن: خروج أوسيون أوبوليس يغادر أرضية الميدان، ودخول الرقم 17 إلياس موكوانا إلى أرضية الميدان. هوغو بروس يرد على بيتكوفيتش في تغييرات جديدة وضخ دماء جديدة ومنح نفس جديد بالنسبة لوسط ميدان وهجوم منتخب الساوث أفريقيا. تتحول الكرة إلى رمي التماس إذن لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري. العودة إلى عيسى ماندي في منتصف الدفاع، طلبها قندوسي في المنتصف، يعود للخلف باتجاه مداني محمد أمين. شوية شوية يا مداني ستكتسب الخبرة والتجربة اللازمة رفقة المنتخب الجزائري. كرة لقندوسي تمشي بشكل جميل، منصف بقرار، الضغط على حامل الكرة، يأتي كيتون أيضا للضغط على حامل الكرة بشكل رائع. برافو، هذا هو اللي افتقدناه في الشوط الأول، الضغط على حامل الكرة واللعب بإيقاع الفريق المتقدم للأمام الذي يضغط على الدفاع ومنتصف الميدان من أجل استخلاص الكرة. تلك من دون شك هي توصية المدرب. هنا قندوسي مباشرة إلى حسام عوار، يمر بشكل رائع حسام مرة ثانية، حسام عوار بشكل مميز لكنها قطعت. عادت من جديد حسام عوار وياسين براهيمي، مر الغزال، ياسين يحضر، ثم التسديد بهذا الشكل من قبل قندوسي. لم يكن في الموقع الذي يمكنه من خلاله التسديد ومباغتة الحارس ويليامز رونوار في الكرة الماضية التي استعادها من هناك. حسام عوار تركها لياسين براهيمي، ربح المساحة ياسين، تقدم ياسين، ولكن التسديدة هنا لم تكن التسديدة التي يبحث عنها هو قندوسي وكذلك جمهور المنتخب الوطني الجزائري. سعيد بن رحمة جديد المنتخب الجزائري، ويتلقى طبعا التوصيات من قبل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. أنيس ربما ما كان عوار وليد، سنرى وسنتابع ماذا سيقرر المدرب بيتكوفيتش. يمكن أن يكون في مكان حسام الدين عوار، ويمكن في مكان بنزية رغم أنه لعب مباراة كبيرة. كرة على الجهة اليمنى جنوب افريقيا، مرور سليم، تسديدة قوية والهدف الثالث.
والهدف الثالث للمنتخب الجنوب افريقي في غفلة دفاعية جزائرية مرة أخرى. مر بشكل سريع اللاعب الذي دخل منذ لحظات إلياس موكوانا، لم يمر على دخوله سوى 3 دقائق يتمكن من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الجنوب افريقي. وسط احتجاجات العناصر الوطنيه على حكم المباراه. على كل سنرى وسنتابع لانه الكره لمست في لاعب منتخب جنوب افريقيا وغيرت اتجاهها، وهذاك اللاعب ربما كان متسلل. سنرى وسنتابع في الاعاده. عندنا هنا انيس، شكرا لمخرجنا رضوان حاج احمد. ها هي الكره امامكم هنا، صعبه قليلا لانه قدم عيساماندي كانت متاخره نوعا ما. هنا عيساماندي كان خلف المدافع الجنوب افريقي وقدمه كانت متاخره، وبالتالي اعتقد بان الهدف صحيح للامانه بالنسبه لمنتخب جنوب افريقيا في هذه الكره الماضيه التي اصطدمت براس المهاجم الجنوب افريقي. وحكم المباراه يؤشر الى هدف ثالث لمنتخب جنوب افريقيا في مباراه صراحه مثيره واستمتعنا بها وبغزارة أهدافها إلى غاية الآن. منتخب جنوب إفريقيا متواضع دفاعيا ولكن قوي جدا هجوميا. وحسام الدين عوار مكان القائد ياسين براهيمي. القائد ياسين براهيمي ومن سيغادر ودخول بالرحمة ياسين. خروج براهيمي تحت تصفيقات الجماهير الجزائرية التي تحيي الأداء الجميل والكبير لاعبها المتميز ياسين براهيمي الذي يغادر أرضية الميدان ودخول سعيد بالرحمة. ها هي الجماهير الجزائرية المتابعة لهذه المباراة الرائعة والشيقة التي استمتعنا فيها ب5 أهداف كاملة، في انتظار عودة من جديد إلى أجواء المباراة في وقت كنا نبحث عن تسجيل 3 الأهداف وكنا ضاغطين على المنافس منتخب جنوب إفريقيا الذي يلعب بذكاء كبير. منصف بكرار في الصراع في منتصف الميدان. تدخل موجود هنا على حسام الدين عوار. يطلب حكم المباراة بالاستمرار في اللعب، الضغط على الحارس ويليامز. يرسل كرة أمامية. أيت نوري هو الأسبق أمام إلياس لمصلحة منتخب جنوب إفريقيا في منتصف الميدان. إلى الجانب الأيسر في الوسط موكوانا جنوب إفريقيا. العودة للحارس ويليامز من قبل مارغومان. ويليامز إلى الجهة اليمنى للمدافع صيدا زولو. العودة لويليامز من جديد، متأخر ويليامز كاد أن يخطفها بكرار. الكرة الماضية تتحول لفائدة زروقي متأخر قليلا، والانطلاقة الآن تأتي لمصلحة منتخب جنوب إفريقيا بواسطة لاعب رقم 17 الذي سجل الهدف الثالث بعد دخوله مباشرة، إلياس ماكوانا. كرة جنوب إفريقيا، لمسات قصيرة. عمل الكثير من التغييرات اليوم المدرب بيتكوفيتش للعناصر الوطنية حتى يكتشف مستوى كل لاعب عن قرب. كرة جنوب إفريقيا، لمسات قصيرة بشكل رائع. التغطية تأتي بشكل رائع من قبل مدني، يربح ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري. وليد، الهدف الثالث احتسب للمهاجم رقم 9 إكرام راينرز، لأنه التسديدة كانت من لاعب إلياس ماكوينا ولكنها اصطدمت باللاعب راينرز اللاعب رقم 9 الذي حول اتجاه الكرة وسجل 3 أهداف منتخب جنوب إفريقيا في هذه جنونة ومميزة ورائعة بين المنتخب الجزائري وضيف الجزائر الساوث أفريكا ياسين بنزية لاعب نادي كاراباخ الأذربيجاني. طبعا بنزية العائد إلى المنتخب بعد غياب 5 سنوات ونصف تقريبا، اكتشف نفسه من جديد في أذربيجان مع أكبر ناد هناك وهو كاراباخ، المتعود على المشاركة في المسابقات الأوروبية. بنزية هو الجزائري الأكثر مشاركة هذا الموسم من حيث عدد المباريات، لعب 41 مباراة والثاني حسب مجموعة دقائق، لعب 2600 دقيقة تقريبا، كما سجل 13 هدف وصنع 10 أهداف، ما جعل عودته إلى المنتخب منطقية إلى حد بعيد، خاصة أن اللاعب برز على الصعيد الأوروبي في مسابقة اليوروبا ليج حيث
أقصي بصعوبة على يد من؟ على يد الألماني باير ليفركوزن الذي يتألق في البوندسليغا يا أنيس. عودته للمنتخب منطقية ونتمناه أن يستمر على هذا النحو. اليوم يا أنيس هدفان وتمريرة حاسمة، وثالث الأهداف أي هدف يا مزيان؟ أي ليلة، قلت لك أنها ليلة تاريخية لياسين بنزية بعد تسجيل الهدف الثاني، وبالفعل يؤكد وكم كانت الفرحة عارمة للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش، وكأننا نشاهد مباراة في إطار نصف نهائي الكان وليست مباراة ودية. ولتصور نسق عالي والكل واقف ينتظر يترقب. مباراة ممتعة وليلة رائعة بين منتخبين يقدمان كرة نظيفة، كرة عصرية، وهذا هو الأهم للجمهور الجزائري الحاضر. الجمهور الجزائري وعاشق كرة القدم والركنية لمصلحة المنتخب الجنوب افريقي بحدود الدقيقة 73. البحث طبعا على القائم الأول للمنتخب الجنوب الافريقي. قد تلعب قصيرة هذه الكرة لأنهم صار القامة ويعتمدون دائما على اللعب القصير. هكذا هي المدرسة الجنوب افريقية. قلت مشاهدينا الكرام دعونا نتوقف عند الأرقام التي عندها مكانها في بعض الأحيان عندما تكون الكرة متوقفة، وقبل ذلك دعونا نستمتع مع هذا الهدف. يا سلام، أنت تلعب باليمين، رفعت الكرة باليمين وضربتها باليسار وسجلت واحد من أجمل أهداف المنتخب الوطني الجزائري ولاعبيه على الصعيد. خروج عريس المباراة وليد، خروج عريس الليلة عريس المباراة فعلا أنيس هو المتألق بنزية الذي كان متألقا وبارعا ومميزا. أية عودة يا ياسين. وهكذا كانت طبعا التشجيعات من قبل بيتكوفيتش بلحظان للأداء الراقي لابنه بنزية الذي غادر أرضية الميدان، وهو الذي التحق بالمنتخب الوطني سنة 2016. يمتلك مسيرة دولية كانت متواضعة، حيث لعب ضد بوليفيا 5 مباريات دولية فقط وسجل هدفه الثاني وهو يبلغ 29 عام إلى غاية الآن. بنزية الذي بدأ قلت مسيرته الكروية كمهاجم صريح أصبح يلعب في وسط الميدان خلال السنوات الأخيرة. بينما الانطلاقة جزائرية على الجهة اليسرى، فرصة وإمكانية، التحضير، التسديدة قوية، كانوا قريبين من فعلها مرة أخرى عناصرنا الوطنية وتدوين هدف جديد. الانطلاقة كانت من البديل أنيس حج موسى الذي دخل بديلا لياسين بنزية، وكذا خروج إذن اللاعب حسام عوار ودخول المدافع حجام. وكيف سنستمتع مع هذا اللاعب، كثير المباريات تنتظرنا يا أنيس. والجمهور الجزائري مع حاج موسى الذي قيل عنه الكثير. يا سلام على التبادل الكروي بين رايان أيت نوري وكذلك قندوسي على الجهة اليسرى. قلت قيطان وكذلك حاج موسى، لاعبان جزائريان ننتظر منهما أن تبزغ شمسهما على مستوى المنتخب الوطني الجزائري في قادم المواعيد. ومباراة الساوث أفريقيا اليوم فرصة لنا وللمتابعين لاكتشافهما عن قرب. أجواء رائعة في المدرجات أنيس فعلا وليد، ومباراة تؤكد شخصية اللاعبين. يعني المنتخب الجزائري دائما كان متخلف النتيجة، يعود ويعدل، دائما الإصرار من هذا الجيل الرائع، هذا الجيل الجديد الرائع. قوة الشخصية التي نحتاج إليها يا أنيس في المواعيد الكبيرة. مهم جدا أنك تكون متأخر حتى نشاهد جس النبض وكيف يرد المنتخب الجزائري. وماذا عن شخصيته منصف بكرار؟ ما فيها تسلل، قد يراوغ اللاعب منصف بكرار، ولكن اليقظة الدفاعية حاضرة من قبل منتخب جنوب افريقيا الذي تحدثت عنه حسب وجهة نظري المتواضعة طبعا بأنه قوي وقوي هجوميا، لكن على مستوى خط الدفاع هنالك أخطاء وجب أن تستغل من قبل العناصر الوطنية. كرة جنوب افريقية على الجهة اليسرى، زوانيي، العودة للحارس ويليامز، إلى الجهة اليمنى، الضغط على حامل الكرة من قبل حجام الذي دخل في هذا الشوط الثاني كظهير أيسر. جنوب افريقيا خرجت بشكل سليم في منتصف الميدان. تيبيو ماكوانا إلى الجهة اليسرى، أوبريمو ديابا لرمي التماس. رائع الأجواء في المدرجات. لاولا في المدرجات من قبل الجماهير الجزائرية.
في هذه السهرة والأمسية الرمضانية الرائعة. كرة في الخلف لفائدة منتخب جنوب افريقيا في الخط الخلفي للمدافع سيندا زولو بكرار يضغط على حامل الكرة. اكيد انك تستمتع يا انيس. يا لها من اجواء وليد، يا لها من اجواء صراحه، يعني افضل الصمت والاستمتاع بدل الكلام. فعلا انيس، يقال اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب في حضرة الجماهير الجزائرية الرائعة في المناسبات الودية والرسمية. كرة جزائرية في المنتصف مرة أخرى، رامي الزروقي إلى آيت نوري، حذاري من أن تخسر الكرة في هذه المنطقة والوضعية يا آيت نوري. التحول السريع، شاهدوا تحولهم سريع جدا. عيسى مانديلا من أجل اللحاق بهذه الكرة، حذاري من الكرة الثانية. برافو رامي الزروقي في الموعد وفي المكان المناسب، يستخلص هذه الكرة الصعبة لهجوم منتخب جنوب افريقيا من مايام ميلا وكذلك راينرز. بعد لحظات فيه تغيير جديد على خط التماس بالنسبة لفريق الجنوب افريقي. كانيسيا إريك مايو يستعد للدخول. أنيس مكان مسجل الهدف الثالث راينرز الذي يغادر بعد لحظات ودخول الرقم 10، بينما الكرة لمصلحة آيت نوري. لمسة واحدة، لمسة اثنين، اللمسة الثالثة أين هي؟ منصف بقرار، مخالفة واضحة في مكان رائع بالنسبة للعناصر الوطنية بعد لعبة ثلاثية سريعة جدا للمنتخب الوطني الجزائري. التدخل كان واضح هنا والحكم كان قريب من أمام آيت نوري. فعلا التدخل كان واضح من قبل الرقم 12 مارغومان الذي دخل في الشوط الثاني، وهذه كانت ربما أفضل طريقة لإيقاف السريع رايان آيت نوري للعب الكرة وطلبها مباشرة في الكرة الثانية. إذن مثل ما تحدث الزميل أنيس، في مكان الرقم 9 راينرز يغادر أرضية الميدان، ودخول الرقم 10 كانسيا إريك مايو في صفوف منتخب جنوب افريقيا. التشجيعات الجزائرية في الكرة الثابتة والمخالفة المباشرة في تنفيذها. بن رحمة لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري. سعيد بن رحمة أو قندوسي بن رحمة بعيدة كل البعد. الكرة الماضية تتحول إلى ركلة مرمى لمصلحة العناصر الجنوب افريقية المتعادلة إلى غاية الآن ب3 أهداف مقابل 3 في هذه المباراة الرائعة. كرة أمامية، منصف بقرار يضغط على مدافع منتخب جنوب افريقيا. تخرج الكرة بسلام بواسطة اللاعب أوبريمو ديبا في منتصف الميدان. رايان آيت نوري، سعيد بن رحمة، التمريرة البينية الآن من بن رحمة إلى آيت نوري. تمريرة بينية أخرى صعبة خطيرة يا بقرارة. يا بقرارة، كنت قريبا من تدوين أول أهدافك بقميص المنتخب الجزائري في اللقطة الماضية والتي لعبت بشكل رائع. زروقي 1-2 مع كيتون، يرتفع الرتم والخضر ماشيين لتسجيل رابع الأهداف وتدوين الهدف الرابع في هذه المباراة. قد يكون في هذه اللقطة المرور سليم الحاج موسى. ماذا قال حكم المباراة؟ تقديم اليد هنا، والحكم يعلن عن وجود المخالفة لمصلحة دفاع جنوب افريقيا. وليد، نعم أنيس، تموقع اللاعب رايان آيت نوري دائما على مستوى الهجوم، دائما وكأنه ليس ظهير أيسر، كأنه مهاجم. وليد فعلا وهو الذي شاهدناه حتى في البطولة الإنجليزية رفقة الولفز. وولفرهامبتون في بعض الأحيان يوظف في منتصف الميدان ويوظف أيضا كمهاجم أيسر رفقة فريق وولفرهامبتون هنالك بالدوري الإنجليزي. هو مكسب صراحة للمنتخب الجزائري. وأهم اللاعبين في الوقت الحالي في عالم كرة القدم من يلعبون في مختلف المناطق. لاعب الذي يمتلك عرضا قويا من نادي ليفربول الإنجليزي الريدز رفقة المدرب الداهية يورجن كلوب. كرة لويليامز في الخط الخلفي، يحضر للعب الكرة طويلة. الضغط من بقرار، يتقدم رويدا ثم يلعب كرة إلى الجهة اليمنى أين يوجه مدافعه سيانداك زولو.
يرسل كرة أمامية سياندا، رائع مدني بالرأس في الكرات العالية، يتفوق باتجاه بقرار، مرة بقرار، انطلق الخطير، هي يا بقرار، هي بقرار، هذه لا تضيع يا منصف، هذه لا تضيع يا بقرار. كنت قريبا من تسجيل رابع الأهداف للمنتخب الجزائري، وهدفك الأول رفقة الخضر اخطفها بالشكل اللازم، انطلق بالشكل اللازم. على اللمسة الأخيرة يا بقرار، هنا سدد بقرار في الوسط في المكان الذي تواجد فيه رونوار ويليامز من أبرز حراس الكان الأخير هنالك بالكوت ديفوار، الحارس الذي تمكن من التألق رفقة منتخب الساوث أفريقيا وصد العديد من ركلات الترجيح وتألق وكان حاسما في العديد من المباريات. سعيد بن رحمة في منتصف الميدان، 1-2 مع قندوسي، تبادل كروي رائع بين قندوسي وإيتنوري، مشى إيتنوري وتدخل هنا يستلزم الكارت الأصفر، هنا بطاقة صفراء وجب أن تكون في اللقطة الماضية بعد الثنائية الرائعة بين قندوسي وكذلك إيتنوري، أصحاب القدم اليسرى الساحرة في صفوف المنتخب الوطني الجزائري. في اللقطة الماضية منصف بقرار، كنا نبحث عن تسجيل الهدف يا منصف، كنا حابينك أنت تسجل حتى تأخذ الثقة الأكبر فيما هو قادم رفقة المنتخب الجزائري. حذاري من تضييع الكرة في هذه المناطق، والانطلاقة من قبل اللاعب السريع إلياس موكوانا بالشكل رائع. التغطية الدفاعية هنا، عادت الكرة جزائرية، الآن مباراة مفتوحة، كل منتخب يقدر يسجل، إن شاء الله نحن نسجل يا رب. كرة على الجهة اليسرى، حجام، سعيد بن رحمة، رايان إيتنوري، سعيد يغير اتجاه اللعب بشكل رائع باتجاه عيسى مندي الخبرة في الوسط، زروقي الارتكاز إلى الجانب الأيمن، قيطون روح الشباب والانطلاقات من بعيد، قيطون الآن يمر بجانب حاج موسى، خلونا نشوفوا حاج موسى على الجهة اليسرى والدفاع يتدخل بواسطة كيكانا، يبعد الكرة إلى رمي التماس لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري. عنصر الشباب حاضر في المنتخب الوطني الجزائري واصحاب الخبره ايضا، مزيج بين الخبره والشباب. كره جزائريه الى مدني محمد امين، مهمه جدا هذه الدقائق التي لعبها مدني محمد امين رفقه المنتخب الجزائري، ستعود عليه بالفائده. كره في المنتصف، رامي الزروقي بشكل رائع في منتصف الميدان باتجاه قندوسي، يمر قندوسي بشكل مميز باتجاه الرحمة، المساندة تأتي على الجهة اليسرى لرايان إيتنوري، تمريرة بينية هي في الشباك، لا 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 لا. يا سلام على التمريرات إلى قندوسي، قابل الحارس وجه لوجه رون ولكنه ضيعها أمام المرمى. القادمة ستكون في الشباك اللازم هنا أمام الحارس ويليامز، ولكن الكرة مرت وتحولت إلى ركلة مرمى لفائدة المنتخب الوطني. كوفيتش هكذا تحصل الوطني الجديد على الكرة الأخيرة للمنتخب الوطني الجزائري التي كانت قريبة من تسجيل رابع الأهداف. كرة في الوسط، بقرار عادت لمصلحة المنتخب الجنوب افريقي، موكوانا، الضغط، سعيد بن رحمة، وطنية من الكرة، التمريرة في لمصلحة موكوانا، التحضير بشكل رائع، التغطية من حجام والانطلاق على إيتنوري على الجهة اليمنى لحاج موسى الذي كان وحيدا، عادت إليك من جديد حاج موسى، الكرة تحبك، حاج موسى يمر بشكل، حاج موسى لمن ومن يتابع عندما طلب الكرة. سنشاهد الإعادة الماضية من هنا، راوغ بشكل مميز ولكن التوزيع لم تجد أحدا
الشباك. الكرة الماضية للمنتخب الوطني الجزائري لحاج موسى في الكرة الخضر. ربما في الشوط الثاني لأول مرة رايان أيت نوري يلعب في نفس المنصب الذي يلعب فيه رفقة ناديه ولفرهامبتون الإنجليزي. الآن من يشاهد سيجد على أنه اللاعب على مستوى الهجوم وسط ميدان جام هو من هو أيسر. ربما حسن توظيف رايان أيت نوري جعلنا نشاهد هذا اللاعب المميز. طبعا أنيس، وبما أنه لعب شوط بطريقة دفاعية والآن يتحول هجوميا، طبعا المدرب يجربه حتى يبحث عن أحسن بروفايل بالنسبة له وأحسن منصب يلعب فيه من خلال المباريات القادمة الرسمية. بينما التحضير والتسديدة قوية، مارواك يا ابن المسيلة في التألق وإبعاد الكرة إلى ركلة ركنية بشكل رائع. لعبت كومان والتسديدة جاءت من صاحب الخبرة في منتصف الميدان تيبو موكوان، عادها إلى ركلة ركنية في أخطار كرات وفرص منتخب ساوث أفريقيا في هذا الشوط الثاني. دقيقتان شوط ثاني لم نشعر به صراحة. الركنية تلعب، تغطية تأتي بالرأس سعيد بن رحمة، الخروج في الأجمال، الكرة أمامية باتجاه سعيد بن رحمة في صراع مع مدافع منتخب جنوب إفريقيا سيام داكزولو مباشرة إلى رمية التماس دون فلسفة زائدة ودون مجازفة، لأنه لاعبين أو لاعبين من صفوف المنتخب الجزائري كانوا متواجدان، فبالتالي الخطأ قد يكلف الكثير. حجام في الوسط، رامي الزروقي لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري، وصلت إلى حاج موسى على الجهة اليسرى. حاج موسى يحاول المرور، حاج موسى العودة إلى الخلف باتجاه زروقي. رامي الزروقي مع أيت نوري، العودة إلى حاج موسى، تبادل كروي مع قيطون، يمر قيطون على الجهة اليمنى، يربح المساحة قيطون، يوصل قيطون والدفاع يتدخل إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الجزائري. و5 دقائق يضيفها الحكم من أجل تسجيل الهدف الثالث إن شاء الله، الرابع إن شاء الله. والله قد ما يزيد حكم المباراة يا أنيس لن نمل من هذه المباراة صراحة، خاصة في شوط المباراة. مباراة ممتعة، ربما من أحسن المباريات الإفريقية بين منتخبان إفريقيان وليد في هذا الموسم وفي الآونة الأخيرة. والركلة الركنية الآن لمصلحة المنتخب الجزائري، قد يكون رابع أهداف المباراة للمنتخب الجزائري في هذا اللقاء، يكون 7 أهداف المباراة والرابع للمنتخب الجزائري. لما لا؟ رفعت على مستوى القائمة الثاني بشكل رائع مرة أخرى من قبل منصف بقرار، هذه المرة على طريقة بنزية، كان قريبا هنا من تسجيل هدف رائع أيضا لو حكم الكرة بالشكل اللازم، لكنها تحولت إلى ركلة مرمى قطعت في منتصف الميدان. الكثافة الآن للمنتخب الجزائري، وصلت إلى بن رحمة، الكرة الماضية لم تصل، بن رحمة بالرأس الآن جزائرية، وصلت لقندوسي، قندوسي لمن يا قندوسي، قندوسي لمن؟ عادت الآن لحاج موسى، حاج موسى عنده المساحة، حاج موسى يبحث عن المرور، حاج موسى مرة أخرى الضغط عليه من قبل الدفاع الجنوب إفريقي. يتمكن الدفاع الجنوب إفريقي بواسطة موكوانا من التغطية من أمام موكوانا. حكم المباراة يضيف 5 دقائق كوقت بدل ضايع لهذه المباراة الرائعة بين المنتخب الوطني الجزائري وضيفه منتخب جنوب افريقيا. كرة على الجهة اليمنى، جنوب افريقيا في الوسط، عودة إلى الخلف، سيادا زولو بجانبه نيكيو مويبي في وسط الميدان لعناصر منتخب جنوب افريقيا دائما باللمسات القصيرة والخروج بالكرة. تمريرة البينية قطعت من عيسى مندي على مرتين. رايان أيت نوري، رايان أيت نوري بجانبه حجام، رايان يحاول المرور، أيت نوري في صراع دائما للدفاع الجنوب افريقي. الخروج للرقم 10 كيسيا إريك مايو، سهلة باتجاه الحارس زغبة. شاهد العناصر الوطنية فوق أرضية الميدان حابة تفوز بهذه المباراة رغم أنها ودية، لكن حابين يفوزوا بهذه المباراة. عقلية الانتصار يبحثون عنها أن تعود. كرة لحاج موسى على الجهة اليسرى،
1-2 الآن لقيطون على الجهة اليسرى. البحث الآن عن منصف بقرار على مستوى القائمة الثاني. عادت لآيت نوري، جرب آيت نوري، آيت نوري بحوزته الكرة، يمر آيت نوري الآن يحاول التوغل آيت نوري، ولكن الدفاع يتدخل. وقبل ذلك حكم المباراة يعلن عن وجود المخالفة بعد التدخل طبعا على اللاعب سيانداك زولو من قبل آيت نوري. كان فيه المسك فعلا هنا، فعلا مسك من آيت نوري، وحكم المباراة كان قريب وأعلن عن وجود المخالفة لفائدة دفاع منتخب جنوب افريقيا. لعبنا دقيقتين مشاهدينا متابعينا، متبقية 3 دقائق على إسدال ستار نهاية هذه المباراة الودية بين المنتخب الوطني الجزائري جنوب افريقيا. فيها دروس كبيرة وفائدة كبيرة بالنسبة للعناصر الوطنية والمدرب الجديد بالتحديات القادمة بالنسبة للنخبة الوطنية. مع وجود مخالفة الوطني الجزائري قبل دقيقتان من نهاية المباراة. في عادة الكرة لمنطقة منتخب جنوب افريقيا. الكرات الأخيرة في هذه المباراة، يقول زغبة اتركها لي، أنا من سألعبها. هي آخر كرات المنتخب الجزائري والمباراة ربما. كرة أمامية من زغبة مصطفى، التغطية تأتي بالرأس بشكل رائع من قبل سيانداك زولو لفائدة المنتخب الجزائري. مهم ورائع الاسترجاع. يا سلام على التمريرة البينية، طلبها الآن سعيد بن رحمة بجانبه الآن التمريرة الآن في الأولى والثانية. الآن الحجام يتوغل الحجام، ولكن الدفاع الجنوب افريقي رائع ومدني كالعاده بالراس بشكل رائع في الكرات العاليه يتفوق. بينما الكره الجنوب افريقيه حذاري من الانطلاقات الاخيره لمنتخب جنوب افريقيا على الجهه اليمنى. 1 على 1، صعبه الكره وصعبه المحاوله وسهله في نهايه المطاف بين احضان الحارس الزغبه. كانت صعبه الكره وجاءت سهله في النهايه عند الحارس الزغبه. اخر الكرات الجماهير الجزائريه تبحث عن هدف. قيطون يمر الان على الجهه اليسرى، عندك الحاج موسى على الجهه اليسرى، وصلته الحاج موسى على الجهه اليسرى، مهاري حاج موسى يساري خطيره، ضاعت فرصه كبيره ومحاوله للسعيد بن رحمة بعد توزيعة حاج موسى على الجهة اليسرى. المرور كان سليم، الترويض كان سليم، العبور بالشكل رائع، ثم التوزيع باحث عنك يا بن رحمة لكي تحولها في الشباك. الكرة مرت وتحولت في نهاية المطاف إلى ركلة مرمى لمصلحة منتخب جنوب إفريقيا، وقد تكون الكرة الأخيرة في هذه المباراة. يواصل المنتخب الجزائري عدم الخسارة أمام المنتخبات الإفريقية منذ سنة 2018 بتعادله اليوم أمام منتخب جنوب إفريقيا هنا بملعب ومسرح نيلسون مانديلا. مشاهدينا الكرام متابعين اللحظة، يعلن حكم المباراة التونسي أمير نصيف نهاية المباراة الودية الرائعة والشيقة والمليئة بالأهداف طبعا بين المنتخب الوطني الجزائري ومنتخب جنوب إفريقيا. مباراة استمتعنا بها، أكيد سيكون اللاعبون والمدرب قد استخلصوا فيها دروسا كبيرة وكثيرة قبل المواعيد القادمة والمهمة بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري. مشاهدينا الكرام، كان معكم معلقكم وليد فرحاني. نحيي زميلنا أنيس مزيان من على أرضية الميدان. شكرا جزيلا أنيس. شكرا لك وليد، شكرا للجمهور الحاضر وللمنتخبين على هذه الروح الرياضية الكبيرة وعلى هذه المتعة الكروية. إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب الجزائري على أمل تصحيح الأخطاء وتحقيق نتائج تشرف الجزائر. وشكرا لك على كل التفاصيل التي منحتنا إياها من على أرضية الملعب أنيس. الآن مشاهدينا الكرام العودة مباشرة للزميل بلال بوزيدي. هنالك شوط ثالث هنالك في استديوهات التلفزيون الجزائري والتحليل رفقة محللية التلفزيون الجزائري. شكرا جزيلا إليك بلال بعد الفواصل الإشهارية. السلام عليكم ورحمة الله، صحة صحوركم.
يقدم لكم هذا البرنامج برعاية إيريس. إيريس علامة الجودة.